السلام عليكم. أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست كوكب البنات. المرة دي اخترنا موضوع غريب شوية وهو الفويس أوفر. هل ممكن حد يشتغل بصوته بس؟ ده موضوع غريب. الواحد متعود ان هو هينزل هيروح الشغل هيقف قصاد الناس هيتكلم مع حد يتخانق مع حد، لكن انا استخدم صوتي بس. دي شوية حاجة غريبة. يعني هل المفروض ان انا يبقى صوتي حلو؟ يعني هو الموضوع فيه غنى ولا هو عبارة عن ايه؟ وايه المجال ده المفروض بنتعلم ايه المهارات بتاعته؟ طب بنتعلمها فين؟ ايه فرص الشغل بتاعته؟ هل هي متاحة في شركات بس ولا انا ممكن اشتغل حر نفسي؟ هل ممكن اشتغل اونلاين من البيت؟ طب لو انا هشتغل من البيت، ايه المهارات المفروض تكون عندي؟ إيه المعدات اللي تكون عندي؟ لازم ابتدي معدات غالية قوي واعمل استوديو في البيت ولا ممكن ابتدي بحاجة بسيطة؟ الحاجات دي كلها ما لقيناش حد احسن من استاذة شروق. انا هقولك شروق على طول عشان يعني احنا ما بيننا تاريخ قديم، فمش عايزين نضيح. ارجوكي ما تفضحنيش قصاد الناس وما تقوليش اللي حصل ما بيننا قبل كده. فشروق حد جميل جدا على المستوى الشخصي، نهار أبيض. وأمينة جدا ما شاء الله اللهم بارك. يعني أنا ما شاء الله الجزء الشخصي والتعامل الشخصي معاها في حتة، واللعب بصوتها في حتة تانية خالص. ليها أمثلة جميلة قوي في فيديوز أنا شفتها. صوتها مريح. بحب أسمعها في العموم. وهي بقالها أكتر من 4 سنين بتشتغل في مجال الفويس أوفر، في مجال التعليق الصوتي. اتعاونت او اشتغلت مع شركات مختلفة في مشاريع خاصة بالإعلانات، خاصة بالرد الآلي، الفيديوهات الترويجية، والمحتوى الرقمي عموما. ودايما بتقول أبيع صوتي. وبس عندها كمان يعني بتؤدي مش بس بالمصري ولكن باللهجة الخليجية والسورية والإنجليزي بلكنة عربية. ودي حابة أنا أعرف عنها أكتر، إيه الإنجليزي بلكنة عربية دي؟ عشان أنا بالنسبة لي اللي هو دي عبارة عن إيه يعني. ففي حاجات كتير قوي هي اتكلمنا عنها النهاردة. بس قبل ما ابتدي بالاسئله، عندي كوم اسئله قد كده، وانا متاكده البنات اللي معانا في الكوكب حاضرين معانا لغايه دلوقتي اكتر من 20 بنت. آم، مهتمين اكيد عندهم اسئله كتير عايزين يسالوها. يعني حتى كاتبين لك ان هم يعني اسماء كاتبه لك ان هي متحمسه جدا لموضوع النهارده. ورشا بتقول ممكن ابني يحضر معانا عشان هو عنده صوت مميز، هو 16 سنه. طيب الله. خليه حلوة يسمع. قوي ده. خليه يدخل. خليه يسمع معانا عشان اوكي. قولي لنا الأول حاجة، يعني نبذة تعريفية عنك بشكل انتي تكوني مرتاحة معاه. مبدئيا انا مبسوطه قوي 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 بوجودي معاكي النهارده، وانتي تحديدا عشان انتي عارفه بالذات انا بحبك قد ايه بجد والله. وانتي قد ايه حد ملهم، وحد فعلا بيعرف يوجه صح حتى في اي حاجه عامه يعني. فانت شخصيه بغض النظر عن الصحوبيه اللي ما بيننا، بس فعلا انا بحبك قوي وبحب الكلام معاكي جدا. انا مين؟ انا شروق خالد عمر. اشتغلت في تعليق الصوتي بقالي حوالي 4 سنين. خريجة آداب إعلام، قسم صحافة. كانش ليا أي علاقة خالص بمجال الإذاعة. الموضوع بتاعي جه بالصدفة خالص، يعني موضوع إن أنا أبدأ فويس أوفر ده كان بالصدفة جدا. عندي كام سنة بقى؟ لا مش مهم، خمن. لا خلاص مش هسأل السؤال ده، احنا كلنا صغيرين. خلاص تمام. نعدش غير بعد ال100، فلما نوصل ل100 بالظبط. نبقى نعد. أنا مبسوطة بيكم كلكم ولأي حد مهتم بالمجال عامة. يعني ان شاء الله ربنا يجعلك سبب في فتح مجال او فكرة شغل مختلفة للبنات، يا خصوصا رب لو اللهم آمين، بيشتغلوا ربنا ينفع بينا كلنا يا في رب إن البيت. شاء الله. آه، قبل ما ابتدي الأسئلة بتاعتي، هو كان في سؤال المفروض ان انا ببقى مأجلاه للنهاية، ولكن عشان طبيعة السؤال نفسه هو لازم يجي في البداية. فاحنا عاملين حاجة اسمها بودكاست الإذاعة المدرسية، ودي احنا بنستضيف فيها معلمين من مجالات مختلفة. فكان كان معانا سؤال اتسابلك المرة اللي فاتت من الضيفة اللي كانت معانا. فبسبب السؤال انا مضطرة أسأله في البداية، مش هينفع يتأجل النهاية، وهو ابتديتي ازاي؟ ده كان السؤال بتاعها. بدأت ازاي؟ الموضوع جه بالصدفة خالص. انا في بدايتي في طفولتي كنت مهتمة بحاجتين: ان احنا نحفظ قرآن، وان احنا يعني نتعلم قرآن صح. والدي حتى ما كانش مهتم بالحفظ قوي على قد ما احنا نتعلم نقرأه صح. فده خلى عندي دايما ان انا يعني الفصحى او نطق الحروف نفسه او مخارجها بيطلع مظبوط. بعد كده بدأت أحب الشعر وبدأت أحب الإذاعة وأشترك في مسابقات كتير وأطلع بقى في الحاجات دي كلها. وفضلت كده لحد ثانوي. دخلت الكلية. طول عمري بقى أنا خلاص 4 سنين كلية بشتغل في صحافة بس.
يعني اول ما اتخرج برضو هكمل شغل صحافه، ما اعرفش ازاي. فجاه كتبت تقرير عن مستشفى كانت موجوده في بلدي. فدخل حد بالصدفه كان يعرفني، بيصور المستشفى دي وعايز يعمل لها اعلان، ولكن مصور. طلب مساعدتي ان هو محتاج بس حد يظبط له الفيديو، هيتعمل ازاي، هنصور ازاي، يعني عايز اعداد كامل للفيديو. فخلاص انا عملت كل حاجه، قلت له تمام اوكي انا عامله كل حاجه بما اني عندي خلفيه محترمه عن الموضوع، وانا اصلا كنت كاتبه ريبورت عنها. فعملت كل حاجه وجيت بقى عند الحته بتاعت احنا محتاجين بقى نعمل هنا. ما كنتش حتى عارفه ان في حاجه اسمها فويس اوفر، يعني كنت تقريبا ثالثه جامعه كده. ما كنتش عارفه ان ده مجال عامه، يعني حتى مش عارفه اسمه. قلت له احنا محتاجين حد بس يقول الكلام اللي انا هكتبه. فقال لي طب ما انتي صوتك حلو، طب ما تقولي، ما تعمليه انتي. قلت له انا، قال لي اه. قلت له طب خلاص، طب ماشي هجرب وهبعت لك. فكتبت الكلام وسجلته، حرفيا كان بهاند فري مقطوعه ودن ودن يعني. كانت واحده شغاله والتانيه لا. وسجلت كمان في شقه فاضيه، اعتقادا مني ان ده هيبقى احسن حاجه، يعني دلوقتي لما بسمعها ببقى مش طايقاني. فبس هي دي بدايه الموضوع، جاي صدفه جدا يعني. سبحان الله يعني. قدرا ربنا يعني يا رب ينفع بيكي يا في رب المجال اللهم دوت. امين. انا سمعت صوتك، هو جميل يعني، خصوصا اللي هي الكرتون اللي كنتي حاطاه عندك على البروفايل بتاع الفيلم The Princess and the Frog تقريبا. ايوه اه. انا اصلا بحب الفيلم ده جدا. فانا لما سمعتك وانتي عامله اللي هي الاوديشن بتاعته او عامله فيه جزء كده، كان دمه خفيف جدا. جميل. آه، اوكي طيب، انا حابه ان احنا نبتدي. انت كده قلت لنا جزء عنك وعن ابتديتي ازاي واول مره سجلتي الفويس اوفر. خلينا نبتدي بقى عن مجال الفويس اوفر ذات نفسه. لو في اي بنوته، او يعني هو مش بس البنات، هو اكيد اي حد عموما حابه تبتدي في مجال الفويس اوفر، يمكن هيبقى بصيغه البنات شويه على اساس ان احنا معظم الناس اللي معانا هنا تقريبا كلهم بنات، بس ممكن يبقى معانا حد هيسمع الريكوردينج ده بعد كده من الولاد. فلو اي شخص عايز يبتدي في مجال الفويس اوفر، يبتدي ازاي؟ بصي انا اهم حاجه يكون عندي حاجتين. ان انا بعرف مخارج حروفي كلها تكون كويسه تطلع سليمه. تاني حاجه ان انا اكون بقدر ادي كويس. مش لازم اكون بيرفكت، بس بعرف ازاي ادي كويس. طيب ابدا منين؟ اقدر ابدا باي حاجه لو انا بسمع كويس، يعني عندي مهاره السمع. ان انا اي حاجه بحب اسمعها بقلدها. انا اول ما بدات كنت بحب اي حاجه اشوفها او اسمعها او تعجبني، احب ان انا اقلدها او اعمل زيها. مش بقلد التون، يعني ما اروحش اعمل، مش لازم اجيب نفس الطبقه، كلنا مختلفين في بصمات صوتنا. بس انا بقلد الاداء ليه؟ عشان هو عاجبني. مع الوقت ومع التكرار، من كتر ما بسمع ومن كتر ما بحاول اقلد، هتيجي معايا وهكتسب خبره اكتر. يعني في كل في مختلف الانواع بتاعه الفويس اوفر. التعليق الصوتي انواع. مثلا انا المره دي عملت اعلان، المره الجايه هعمل وثائقي، المره اللي بعدها هعمل دوبلاج، بمختلف الحاجات. بعد كده اكتسب خبره بقى في كل لون من دول بيجي ازاي. بس طيب، ازاي؟ اه اتفضلي. لا لا، قولي كملي. اه فحته ان انا ازاي ابدا، مش لازم يكون عندي معدات كبيره، انا ممكن ابدا باي حاجه تكون بسيطه في البدايه. لان في الاول وفي الاخر انا ما ببقاش عارفه انا هقدر اكمل في المجال ده اصلا او لا. امم. فانا ممكن ابدا اتست نفسي بحاجات كده تكون صغيره، يعني ان انا بسمع وبقلد بها فن بس في الاول. بعمل حاجات احس ان هي تخليني يعني انا بجربها. انا كنت في البدايه كنت بجرب. نفعت تمام فاحنا مكملين. ما نفعتش خلاص، ده احنا عملنا اللي علينا وكده كده احنا مكملين في شغلانات تانية يعني. هل دي حاجة زي لما بنشوف كده مثلا بيبقى فيه في أفلام أو مسلسلات أو حاجة زي كده، بيبقى فيه اللي هو الشخص اللي بيقلد الممثلين أو بيجيب نفس الصوت بالظبط، فلما تسمعيه تقولي ده نفس صوت عادل إمام، ده نفس. عارفة الوظيفة دي اللي هم اللي بيبقوا نوع من أنواع الكوميديانز اللي بيجوا نفس طبقة الصوت، هي دي؟ هو ده التعليق الصوتي؟ لا، التعبير الصوتي مختلف تماما، يعني او مش مختلف تماما، بس لازم يكون كل حد عنده شخصية بصوته. يعني كل حد بيقدر يعمل كاركتر خاص بيه، او حاجة تميزه في المجال. يعني انا لو قلدت عادل امام، انا والله ايش استفدت يعني. احنا محتاجين نسمعك انتي، مش محتاجين نسمع عادل امام او نسمع اي شخصية من الشخصيات التانية. بس محتاجة اداء يكون مناسب للشخصية اللي انتي بتعمليها.
محتاجه مثلا الاعلان حيوي، محتاجه اسمع صوت حيوي، محتاجه اسمع حاجه تبسطني وتكون مناسبه للحاجه اللي انا بعملها يعني، او الحاجه اللي هتظهر لي على الشاشه. في الاول وفي الاخر الجمهور بيحب يسمع حاجه ويشوفها وتكون الحاجه راكبه على بعضها. يعني انا بحب احس ان ايه ده، الله الدنيا جميله كده، الصوت حلو ومناسب قوي مع الشخص اللي طالع قدامي، فاهماني؟ اللي هو حاجتين مناسبين قوي لبعض بس. والله يعني اعتقد ان لو الناس اللي بتسمع معانا، اعتقد ان احنا ممكن يبقى في ناس دلوقتي بتفكر اللي هو دي اللي هي شكلها ايه في الاخر، يعني اللي هو لو الواحد يتكلم ازاي، يعني زي ما احنا بنتكلم عادي دلوقتي، ولا بيبقى طريقة كلام مختلفة. لا طبعا هي طريقه مش عايزة بتقولي اضغط حاجه عليك واقول يعني. لك مستمعيني طقطوقة بس. ايه الموضوع غني قوي في انا الاول. عارفه انت عايز توصلي لفين، جود كيرنا، لا بحاول، لا 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 مش انا هيحصل. بحاول ازقك ناحية ان انت بس مش راضية اضغط، قلت هستنى شوية يفوت 10 يعني دقايق حاجة وارجع اضغط. بتختلف، بصي بتختلف ان انا بتكلم معاكي كده كده، واقول مثلا ازيكم يا جماعه، انا النهارده جايه اكلمكم، وان انا مثلا لا في اعلان، والاعلان ده محتاج حركه ومحتاج صوت باداء معين ومحتاج تون معين، فاهمه؟ فهي بتفرق. فلا مش زي ما بتكلم عادي خالص. كل حاجه بتعمليها بتكون مناسبه للشخصيه او لشخصيه الاعلان اللي انت بتأدي فيها. يعني كل مثلا كل سكريبت بيبقى ليه اداء معين انت المفروض تأديه. بتختلف النبره مع الاداء بس بتبقى حاجه بسيطه. تمام. ما عدا بقى موضوع الدوبلاج، لان لازم بتكوني مغيره طبقه صوتك، لو محتاج بقى صوت اطفال، محتاجه صوت محتاجه مش عارف ايه، بتختلف. آية كاتبالك في التعليقات بتقولك زي الدبلجة كده في الأفلام. أعتقد إن في ناس، أعتقد يعني إن في ناس هي مش قادرة برضو تتخيل الموضوع يعني. ده مختلف عن الدبلجة في إيه؟ مختلف عن الدبلجه اللي هي بتاعه الكرتون. انت بتكوني بتعملي شخصيه مناسبه للشخصيه اللي انت بتأديها. مثلا انا بعمل صوت طفل، أوكي. فالطفل مثلا بيقول اريد الطعام يا امي، اريد الطعام يا امي مثلا. دي شخصيه طفل، فانت بتتكلمي بصوت طفل صغير ده عايز دبلجة. مثلا. اه دي دبلجه، انت بتعملي حاجه مناسبه للكاركتر اللي انت بتأديه. فزي مثلا زي صوت الطفل، بتعملي صوت الطفل. طب عملتي صوت الام مثلا، حاضر يا سامر، فانت بتعملي صوت الام. فكل كاركتر انت المفروض بتأديه بتون يناسب الكاركتر ده. دي الدبلجة، مش دي التعليق دبلجه. الصوتي. لا التعليق الصوتي المفروض هو بيكون بصوتي، بخامة صوتي الطبيعية، ولكن الأداء بيبقى بقى بيختلف من سكريبت للتاني. أوكي يعني جايلك في التعليقات، مش أنا اللي بقول ده التعليقات. آية كاتبالك سمعونا طقطوقة. بصي الناس، بصي احنا معانا تقريبا 24 بنت لغاية دلوقتي داخلة بكوباية القهوة والنسكافيه. اللي هو ايه يعني. ماما التعليق، صممين يعني. اه هم مصممين. يا جماعة لو سمحتوا ما تسيبونيش لوحدي في الموقف ده. فيا ريت لو انتوا كمان شايفين ان احنا محتاجين نسمع مثال. اه اهو عندك ايه بتقول عايزين مثال عشان نفهم اكتر، يا ريت. بس الموضوع يعني جد جد. طيب احنا تحبوا، متطلبين فعلا طيب اهو. أسمعهم حاجة اتعملت بالفعل ولا أعملها دلوقتي؟ الاتنين براحتك. والله. احنا طيب. في ناس كلها في التعليقات يعني ايه، هو بيقولك يا ريت احنا مصممين فعلا ال 24 بنت عايزين يسمعوا تقطوع، هيعملوا عليك مظاهرة، انا مش هقدر امسكهم عنك. انتي براحتك بقى يعني. ثواني بقى نشوف حاجة كده، احنا ممكن نفتكر أي حاجة في أي حتة بقى. يا- عشان تعرفي اللي انتي عملتيه فيا. أنا فعلا، لا لا أنا محتاجة أعتذر لك عن اللي حصل. يعني يا جماعة انا عايزة اقول لكم ان انا خدت قبل كده سيشنز في الفويس اوفر مع شروق، وهي اللي عملته فيا نفس اللي انا عملته مع البنات اللي بتبقى معايا. فهي ايه بتلاقي دايرة بتدور يعني. هو أنا ينفع عايزة تعملي شير نعمل شيء. تعملي شير. ميسون كاتبة إن هي بتعمل عمل تطوعي، بتسجل كتب لذوي البصيرة وبعد كده بيمنتجوه. ممكن تمام. برضو لو عندك أي اقتراحات أو حاجة معينة في الحتة دي. وأي كاتبة هل الموضوع محتاج كورس؟ هنتكلم برضو في حتة الكورسات دي يا جماعة. فخليكم معانا كده. احنا هنسمع الأول حاجة. تقدري بس تعملي شير ساوند وانتي بتعملي شير للسكرين، في شير ساوند كده. حاضر. آه، بتدوسي عليها اول ما بتعملي الشير،
يعني لما تيجي تعملي شير وتختاري السكرين، بتعملي شير ساوند، تبقى في الجنب كده. هو انا مش عارفه ليه هي مش مش راضية مش تشتغل؟ شايفه. خلاص، لا نسمع مش شايفه منك الرسمه معانا بتاعت. الأصل، مش محتاجين الصورة. او خلاص تمام، لا تمام. طب ظهرت كده؟ لا. ظهر يعني عامل كده انتي ايه؟ السكرين يعني انتي كده احنا شايفين ملفاتي. تمام بالظبط. اه. طيب ماشي. ده كان لون. رود آب. مبروك، اشتريت عربية جديدة أو معاك عربية ومحتاج تظبط الميزانية من البداية وتتابع صيانتها واحتياجها بانتظام؟ مليت من دفتر الملاحظات الورقي اللي في درج عربيتك، مرة تكتب فيه ومرة تنسى ومرة يضيع منك؟ بتحس العربية بتاكل منك بنزين كتير ومعدل استهلاكك أصبح فوق الطبيعي وبتصرف فلوس زيادة؟ عاوز حد ينظم لك ويفكرك باستمرار بمواعيد الصيانة الدورية ومواعيد تغيير قطع الغيار والزيوت والفلاتر؟ تعبت من اللف على الورش ولما توصل تلاقيهم مش مستعدين يخدموك ويقولك فوت علينا بكرة. وقتك صعب ومحتاج أقرب مركز صيانة متخصص تقدر تحجز معاه ميعاد يناسبك قبل ما تتحرك من مكانك؟ محتاج وسيلة حديثة ومتطورة توفر لك كل اللي تحتاجه وأكتر؟ رود آب. كان اعلان سريع كده بالعاميه المصريه. كان الصوت تمام. انا كنت سامعاها تمام، وانتوا برضو يا جماعة لو كنتوا سامعين يعني قولوا لي كده في الشات لو الصوت كل حاجة تمام، صوتنا احنا تمام. آه مش بتقولك جميل والصوت فيه حياة وفاميليير شكرا. وحياة. انا بتابع الشات يعني عموما، فانتي حابة ماشي. عندك أمثلة للهجات تانية؟ انتي بتقولي انك عندك اه آه، ممكن نسمع حاجه مثلا باللهجه الخليجي. ماشي. مم. إيش فيك يا أصيلة؟ وين طلتك الجميلة؟ انقذيني يا دكتورة، ظهر بوجهي تجاعيد وتصبغات وتعبت من تجارب المنتجات وما في نتيجة، وابغى أروح مناسبة اليوم ومحرجة. لا داعي للإحراج الحين، السر في بيوتي كوفي من شركة ستايلش نيوتريشن، الغنية بجرعات مميزة من الكولاجين البحري والجلوتاثيون والإل كارانتين وفيتامين سي وأعلى نسبة بروتين بكل ظرف لتوحيد لون البشرة والقضاء على التجاعيد وإعطاء نضارة ومناعة أكبر. من الحين وداعاً للإحراج في المناسبات مع بيوتي كوفي المرخصة بهيئة الغذاء والدواء بالمملكة. اطلبيه الآن واحصلي على جمال وبشرة مشرقة. دي اللي حاجه. مشيصنا في الخليج. لطيفة جدا. انا فعلا قادرة اميز الضاد اللي بتتنطق ذا والته اللي هي بالظبط. كبيرة جدا. شطوره، برافو عليكي، لا دي مش عيب الف ب عليك، خليجي. بقيت اسمعه. لا ما شاء الله، لا لا في تطور. انا فخوره بيكي، انا اصلا من الأول فخوره بيكي. صلحي عشان خاطر ما اضغطش في الاسئلة. آم، طالبين ممكن منك نسمع حاجه ممكن نسمع حاجه جنجل مثلا. وكمان في عندك في المطلوب فقرة الطلبات ابتدت من الأول بدري كده. عايزين الله. عايزين برضو لو في فصحى، كاتبين لك عايزين لو تمام. في فصحى كمان اوكي. وأنا عايزة برضو لو في الإنجليزي اللي باللكنة العربية ده، أنا حابة أشوفه. انت آية لا كاتبة لك انجليزي، لا أخي ممكن أسوي نبقى. جلسة. انت بلاش انجليزي، لا. أنا والله لا، أنت مش باللكنة العربية. لا ما تقلقيش نتكلم. آم، فكاتبين لك ماشي يلا دي بينا. حاجه جنجل. انت حب حفاضة جود كير؟ الضحكة دي يا ناس كوتي كوتي يا خلاصو، حفاضة جود كير في التوفير هي أساسه، وفيها زيت زيتون يحمي بشرته من ساسه لراسه. كوتي كوتي جود كير دي حفاضة جود كير، كوتي كوتي جود كير دي حفاضة جود كير، بدل النون واتنين شايلاهم جوه العين، بصوا على الحلاوة بوسوا داول لك لونين. كوتي كوتي جود كير دي حفاضة جود كير، كوتي كوتي جود كير دي حفاضة جود كير، مع طبقة الحماية الإضافية وزيت الزيتون هتحمي
احمي بشرة طفلك لأطول فترة ممكنة وبأقل سعر. حفاضة جود كير تحافظ على البيبي وتوفر عليكي. انا كل ما بسمع الاعلان ده في الفترة التلفزيون دي بفتكرك يعني. اللي هو اصلا كوتشي كوتشي جود كير، افتكرك على طول. هما بيقولوا لك ده انتي اللي في الاعلان الاصلي ولا ده اللي هو والله كنت لسه هقول مبدئيا مش انا المؤدية الأصلية للإعلان، يعني اللي عملته حد تاني وانا بس عملت له إعادة تسجيل، يعني كانت تجربة أداء مش أكتر. اه تجربة اداء. بس يعني جميل سواء الاعلان الاصلي او انتي، بصراحة ما شاء الله جميل يعني. بس انا لما بسمع الاعلان الاصلي بفتكر دايما الفيديو بتاعك. أميرة بالك بتقول لك ابنها البيبي بيتفرج وفرحان يعني. بصي انتي بجد مؤهلي النشء بقى من اول ايه، من اول محتاجة فعلا. شهور فيما فوق. آه. والله كل الحب. ماشي، كنت عايزة حاجة فصحى. ها اه تمام. وانجليزي. شوفوا يا جماعة طلباتكم ايه برضو، احنا معانا مشروع أنا ملاحظة إن أنت ما شاء الله في الطلبات في عندك البدء طموحات يعني. كانت الفكرة. ورد الكتاب مبشرا نفسي بأنواع السرور، ففضضته ووجدته ليلا على صفحات نور. ولما كانت القمرة الأولى ليلة مولدها، رأيت ليلتها فيما يرى الناظر في أمرها عجاب، وكأن سمرتها خضاب، وكأن عينيها عباب، وكأن ضحكتها تهادت فقدت من سحاب. كان السؤال ولا جواب، وكأنها في أحضان واد أو على أعتاب باب، وكأنها كانت نسيجا من خيال أو محال أو سراب. صار السؤال ولا جواب، وكأنها وقفت هناك بعيدة ودون مبلغها ستار أو حجاب. بات السؤال ولا جواب. من يا تراها تكون؟ أين يا عساها تكون؟ ثم ما كل هذا السكون؟ ولا حاد هناك فيسأل عنها ولا جواب. لو نظرت ثم لوجدت سؤالا شاردا، ومثالا واردا، وخيالا سارحا ساردا، لكنها تركت لتأويل قصتها علامة يتيمة وألف باب وباب. لو رأيت ما رأيت ليلتها ولو بعين الخيال، لرأيت طائرا بهي الألوان. لو حابين نوقف تمام عشان هي طويلة شوية. هي جميلة جدا، هي فيها مريحة جدا. فيها كمان 40 ثانية. آه. هي ما فيش، انا عايزة بس أسألك سؤال. هو الحاجات اللي احنا شغلناها دي ان شاء الله ما فيش عليها كوبي رايت صح؟ إن لما شاء الله تنزل لأ. يوتيوب ما إن فيش شاء صح؟ الله لأ. ان شاء إن الله. شاء الله. ان شاء الله ما تعملش إن شاء سترايك. الله لأ. ربنا يستر يعني. جميلة قوي يعني عندك في أسئلة في سؤال أنا حابة. بصي هو احنا هنمشي بقى بنظام كده، اللي هو في أسئلة بتيجي في الأجزاء اللي انت بتعمليها. م. آه، مش بتقولك هتتكلم عن كاتب أو هتقرأ جزء من رواياته، فلازم يكون في فرق في الصوت. أنا مش قادرة أفهم السؤال قوي، فلو انت فاهماه ممكن تجاوبي عليه، لو مش فاهماه ممكن نستنى لما هي توضح لنا السؤال أكتر. أعتقد إن وهي هتتكلم هتتكلم عن كاتب، فلازم يبقى فيه فرق في الصوت. اه فرق في الصوت بقى عن مين؟ عن الكاتب. هل هي هتتكلم، تقصد ان هي هتتكلم عن كاتب باسلوب روائي يعني معاها كتاب بتقرا منه، ولا هتعمل ايه بالظبط؟ هي ممكن طب توضح لنا اكتر يعني. اه يعني هي بتقولك لما اتكلم عنه واقرأ روايته. اه بتاخد التون بتاع الروايه، بس مش بتغير يعني، اكيد مش بتتكلم بتون يعني بتاخد تون الراوي، مش امم. بتتكلم باسلوب يعني بتاخد تون الراوي، تون الشخص الراوي، بس مش تون الشخصيه. يعني ما تتخنش صوتها او ترفعها على حسب الشخصيه. هي بتاخد دور الشخص اللي بيروي حاجه بس. اوكي تمام. لو افتكرتي طيب مثال لحاجة معينة في حاجة زي كده كمثال ممكن. بصي هو يعني في بس عايزين برضو مثال الإنجليزي باللكنة العربية ده لو موجود معاكي أو ماشي. انا خايفه منك. لا والله بس ما تقلقيش. ماشي. بصي هقول لك حاجه. في مثلا حاجه ايه.
دي كانت سامبل من كتاب. مش عارفة، مش قادرة تفتحني ما شاء الله. ثواني. عشان انتي مخوفاها مني طبعا، لو انتي مش مخوفة الفايل مني. لا بس ثانية، دي أنا قصدي دي بأسلوب الراوي، يعني دي بأسلوب الراوي. اه. استني بقى، انتي على الإنجليش بلكنة عربية، ايه دي عليا شوية. اه طيب خلاص ماشي اوكي. ماشي. ممكن وقبل ما. مرحبا يا أصدقاء. دي كانت أسلوب الراوي بس بصوت طفل، يعني هو الشخص كان عايز كده، هو ده. هل تعلمون أن الصخور ليست فقط جمادا؟ إنها موطن لمخلوقات رائعة ومثيرة. في هذا الفصل سنتعرف على الصخور وكيف يمكن أن تكون بيتا للعديد من الكائنات. دي كانت الراوي، تون الراوي بتاعها اصلا كانت عباره عن جنيه صغيره بتتكلم بالتون ده، لازم يكون رفيع كده وهي شخصيه كده. بس ده على انتي. العكس، اه ده انا اوكي. على العكس مثلا حاجه عاديه كده. عقولنا ركبت على أن الحياة الدنيا هي نهاية المطاف، أجيال وراء أجيال، يأتي أناس ثم يرحلون، يولدون ثم يعيشون فترة من الزمن ثم يموتون. الكل مشغول في قطار الحياة الذي سرعان ما يتوقف شيئا فشيئا. هنا الراوي الكاتب شخص كبير عاقل، فانت بتاخدي بقى الاسلوب العادي جدا بتاع الكتاب، عادي قوي. فده اللي هي ممكن تعمله، يعني لو هو النمط بتاعها ماشي كده، هي تمشي بنفس الاسلوب، تتحدث بتون الراوي حلو مش قوي. بالشخصيه. أميرة بتقولك هل كل الأصوات تعرف تجيب التون المطلوب ولا لأ؟ كل الاصوات تقدر تجيب هي قدرات، يعني في حد يقدر ينزل بتون صوته لمستوى معين، ويقدر يطلع بتون صوته لمستوى معين، وحد تاني لا، هو دي قدراته كده. بس احنا كل ما بنشتغل على نفسنا اكتر، وكل ما بنحاول ان احنا ندرب نفسنا في الموضوع ده، عادي ممكن تيجي. وفي يعني انا في البدايه ما كانش عندي، ما كنتش بقدر اجيب مثلا، ما كنتش اعرف ان انا اقدر اجيب صوت اطفال صغيره قوي كده. بالتدريب وحاجات كتير قعدت اجرب فيها، لاحظت ان هي ممكن تطلع، فعادي طلعت، فاهماني؟ فمع التدريب بتكتشف في نفسك حاجات اكتر كل مره. فمش كل صوت يقدر يعني، بس مع التدريب ممكن تلاقي نفسك عندك حته كده ممكن تطلعي منها بطبق معين. ويتبقى مثال اللغة الإنجليزية اللي أنا تقولي منسى. ايه؟ يتبقى مثال اللغة الإنجليزية. انتوا سامعيننا كويس يا طبعا. جماعة صح؟ يعني سامعيني كويس وسامعين شروق كويس صح؟ عشان الريكوردينج لما ينزل إن شاء الله. انت مصممه معايا. هنسمع المثال ده وهنرجع للأسئلة بتاعتكم تاني يا جماعة، احنا لسه عندنا أسئلة كتير فلو حد عنده سؤال اكتبوا لنا فيه. مبدئيا لو اتريقتي عليا انت حره. شطوره. Perfetto gluten-free pasta for those embracing a gluten-free lifestyle. Experience improved digestive health, increased energy levels, and effective weight management with a gluten-free diet. Say goodbye to bloating and fatigue and embrace a healthier, more mindful. الانجليش بلكنه عربيه، يعني مش بيبقى حد مش عايز حد بينطق بيرفكت، حد بيبقى بيتكلم عايز عرب مثلا بيكلمنا احنا. اه فعايز بالظبط مش عايز الانجليش بقى، مش عايز حاجه لا امريكان ولا بريتش، هو عايز حد فعلا يكون بيتكلم عربي عادي، فبينطق النطق العادي بتاع الناس العاديه العوام. اللي انا هو انا تخيلت انا تخيلت ان انجليزي بلكنة عربية هيبقى عامل زي what is the difference between the بي خفيفة and the بي لا تقيل. ده هندي، لا مش قوي كده. والله تخيلت تبقى حاجة زي كده يعني لو انت نفر لا لا. مخ كده. لو ما بس لا هو كده. انا فاهمة قصدك يعني تبقى اللكنة اقرب لان هي تبقى بالظبط نيوترال او محايدة نوعا ما. بالظبط. عظيم. قفلت انتي الفيديو ده بسرعة ما كملتوش للآخر بس. اه يعني انا خايفه اتحسد، آه. انت شايفه الاكسنت بتاعتي ما شاء الله رهيبه. جميلة جميلة والله. لا بصي، هو انا اتحسنت، فبس انا ما عملتش ابديتس للحاجات اللي موجوده، فالحمد لله يعني حاولت ان انا اطور في الموضوع ده اكتر. احنا نخلي الانجليزي يمشي على القواعد اللي انت هتنطقي بيها يا فندم. اوكي.
طيب دي تقريبا كل الأمثلة للحاجات المختلفة. يعني احنا كده خدنا الكرتون، الكبار، العربي الفصحى، العامية المصرية، الإنجليزي بلكنة عربية، الخليجية. احنا آه، شفنا حاجة دبل. ماشي. دبين ده اللي هو الدوبلاج. اه بالظبط. عايزة اوريكي الحاجة الأقرب إلى قلبك بقى اللي انت بتحبيها دي. تيا سمعتي الأخبار؟ قول لها يا بابايا. أيوة، الأمير نافين. الأمير نافين أمير مالدونيا جاي نيو أورينز. يا أختي علي بموت فيه. قول لها عملت إيه يا بابايا؟ قول لها أنا عزمته. دادي عزموا على الحفلة التنكرية الليلة دي. قول لها إيه كمان يا دادي؟ قول. وهيقعد عندنا في البيت بصفته ضيف شرف. يا بختك يا لوتي. عايزة نصيحتي؟ ماما دايما تقول إن الوصول لقلب الراجل عن طريق معدته. أيوة صح. وإيه اللي حصل؟ يا انت بجد عبقرية. هحتاج لي 500 من فطيرك الخطير ده في حفلة الليلة دي. عن إذنك يا دادي. دول كده كفاية. دول يكفوا زيادة يا لوتي. كده خلاص هشتري المطعم بتاعي. انا عايزه اقول لك مجنونة انا عندي قوي. استعداد اقعد ايه ان نفتح في الفيلم ونقعد نتفرج. مجنونة قوي، شخصية مجنونة جدا بجد، مش عارفة هي بتعمل ايه. كلمي الاثنين. انتي الصوتين. اه اه. انا بالنسبه لي دي حاجه غريبه جدا. يعني انا قادره احس بصوتك او عارفه ان ده شروق من البنوته اللي هي البرونات، اللي هي البرنسس، اللي هي اللي بتشتغل في الكوكينج. البنوته التانية اللي هي الشقره، لا اه مش قادره اميز. وبعدين انا مش بالنسبه لي قادرة قوي. الضحك، الجزء بتاع الضحك ده اللي بالنسبه لي يعني غريب ان الواحد يعمل صوت الضحكه وصوت الضحكه المطرقعه قوي دي. يعني بنت مخبوله في نفسها كده بالظبط. بصي انا الفيديو ده علشان اعمله سجلته على كذا مرحلة، يعني سجلت الصوت الاساسي بتاع البنت اللي هي المجنونة دي، وبعدين سجلت الشخصية التانية، وبعدين قعدت اركز هي اصلا بتضحك فين وبتدبدب فين وبتهبل فين، وحاولت اعمل بقى كل ده في ريكورد، فاهمة؟ هي فظيعة. يعني انا ده الفيديو ده بتاع كوتي كوتي جود كير دول اكتر فيديوهين انا شفتهم عندك وكانوا مميزين قوي بالنسبة لي. ده بس ده بقى بالتون بتاعك عادي بس. بقطع الخضار لا كده بتحرق جهد ووقت. فاكر الطبخ شغل مريح ها؟ زي مامي في المطبخ. مامي ما بتتزنقش في زحمة العشاء لما الطلبات بتنزل ترخ، وكل طلب شكل ومش سهل، ومهما اختلفت مواعيد الأكل لازم يتحط قدام الزبون في الميعاد الصح سخن ويشرح. كل ثانية بتفرق وما ينفعش تتدلع. ايه ده؟ خلي مكانك نظيف. امال هتعمل ايه في زحمة الطلبات؟ الاماكن المهرجلة بتعطلنا، نبقى ابطأ والطلبات تتكون كارثة. انا هسهلها لك على الاخر. خلي مكانك نظيف والا هموتك. كمامك كأنها طالعة من بق كلب. لم ايديك ودراعاتك جنب جسمك كده اهو، فاهم؟ دايما ترجع للوضع ده. الطباخين صراع، سكاكين حامية وصواطير. لما تلم ايديك هتتعور اقل وهتفضل كمامك نظيفة. الشيف الصح مريالة ملطشة وكمام نضاف. ازاي تعرف ان العيش ممتاز من غير ما تدوقه؟ مش من ريحته ولا شكله، تعرفه من صوت قرمشته. اسمع سيمفونية قرمشة. العيش الممتاز بس اللي صوته كده. مش ممكن تعمل احسن طبيخ الا من اول قطفة، وعشان تاخد اول قطفة يا تزرع بنفسك يا اما تفتح مخك. فظيعة. انا نفسي كان واحدة عنيفة تيجي قوي. تعمل لنا الاكل. فهو هو انا ماما قعدت تذلني حبة حلوين بالفيديو ده، قالت لي قولي لنفسك. قولي قلت ده. لها ماشي يا ستي. بالظبط، ايوه. جامدة جدا. آه، حابة تورينا أمثلة تانية ولا نكمل الأسئلة؟ لأن أنا عندي أسئلة وهم عندهم أسئلة، فعندنا أسئلة كتير قوي. تمام عشان الوقت مفيش مشكلة. عندك حاجة لو في حاجة مميزة، نوع مختلف أو حاجة حابة توريهولنا؟ بصي هو تقريبا يعني كله ماشي في الحتة كله دي بقى، يعني نفس. تقريبا في نفس الأنواع يعني. في طيب. مثلا ممكن نسمع مثلا حاجة بالصوت ده. قد يبدو أنني ناهمة، لكنني أحب بقايا طعام. مثلا بعد أن تنتهي ماما بسكب الطعام أرغب بحك قعر الإناء. أحب أكل
أكل الرز المسلوق كثيرا. عندما أشتري علبة غداء في المحطة أقوم بأكل الرز الذي على غطاء العلبة. بالنسبة للبوظة أحب أن ألحق هذا الجزء أكثر من البوظة نفسها. حين أضطر لرميها لسبب ما أشعر بالحزن. مؤسف أنني لا أستطيع طلب هذه البقايا بصراحة. ايه ده، هو طلع موضوع ان الواحد يلحس الورقة بتاعة الايس كريم دي ده طلع شائع جدا. بصي، طيب ده انا كنت فاكرة ان انا ما علينا. لا خلاص مش هنتكسف بعد كده، خلاص هنعمم التجربة. ال بالظبط. عظيمة ما شاء الله، اللهم بارك. تمام. خليني أكمل الأسئلة اللي عندي وبعد كده أرجع للأسئلة تاني الموجودة في الشات علشان خاطر يبقى الموضوع ماشي إيه ثانية بس. واحدة، افتكرت ان انا عندي حاجة لكنة عربية برضو كنت عايزة اوريها لك بس انجلش، بس كانت دبنج ماشي. عشان ما تظلمنيش بالله. حمد and Abdullah. Sense of touch. Today, we are discovering something amazing. The sense of touch. What is the sense of touch, Sarah? It helps us to explore everything around us. We touch things and feel if they are soft, rough, hot, or cold. Hamad, look at Kitty's fur. That's so soft. دور البنوتة الصغنونة دي، انا عارفة اخطائي فين على فكرة. لا لا سامحت معاها والله، عارفة بعدين. الفكرة، أنا عمالة أركز إن هو ده أنتي، يعني أنا بحاول أميز إنك لا والله انا اهو. يعني لأن هو ما شاء الله، يعني أنا بحس إن في كل كاركتر كأن حد تاني مش أنتي اللي بيتكلم. ما انا بالظبط بقى، هو ده اللي بقوله، انت بتحاكي بتحاكي الكاركتر اللي انت بتعمليه، مش بس في الاداء، لا كمان في التون. أسماء كاتبالك بتقولك جميل إنك اتحكمتي في تون الصوت وجبتي بحة خفيفة في الفيديو الكوري بتاع الأكل، تاتش مميز. بالظبط. آه، عشان اصلا اللي يعرف شخصية ماروكو يعرف ان هي شخصيتها في الحقيقة مبحوحة، او الشخصية الاصلية اصلا فيها بحة كده بسيطة. أوكي، فانا عشان حاولت اعمل ده. كده هي قدرت تميز الموضوع. طبعا سايبين البودكاستات والحاجة وقاعدين نتفرج على الكرتون. يلا ماشي. تعالي نرجع للأسئلة بتاعتنا تاني. وبرضو لو افتكرتي حاجة تانية مميزة أو تون مختلف أو حاجة وحابة إن احنا نشيره نرجع نشيره تاني. مفيش مشكلة. احنا كده اتكلمنا لغاية دلوقتي. الجزء الأولاني كان مقدمة لو في حد لسه داخل معانا دلوقتي. اتكلمنا عن دخلتي المجال ازاي وطبيعة شغلك ايه. واتكلمنا عن ازاي ممكن نبتدي بالفويس اوفر وهل محتاجين معدات احترافية ولا لا، وانتي مشكورة قلتي لا احنا ممكن نبتدي بحاجة بسيطة. في بس الأسئلة دي عندي وبرضه متكررة في الشات. هل ممكن في كورسات أو منصات معينة نقدر نتعلم من خلالها؟ هل انتي حتى بتوفري كورسات زي كده؟ يعني لو حد عايز يجرب يتعلم الفويس اوفر من النهاردة يروح فين؟ منصات، كمنصات يعني. اي اللي يعجبك انتي، رشحي لنا حاجة ما نعرفش هو حاجة. انا بحس ان ان الفويس اوفر هو عبارة عن سيرفيس. ف... فكل حد فيهم بيقدم السيرفيس دي بطريقة مختلفة عن التاني. قد يكون مكان مثلا بيقدم الحاجة دي بيقدم معلومات نظرية أكتر والتدريب العملي أقل. في ناس تانية بتقدم التدريب العملي أكتر والكلام النظري أقل. تمام. فكل مكان وليه مميزاته وليه عيوبه، بس أنا أفضل إن احنا نكون بنسمع كويس ونعرض شغلنا على حد يكون بيسمعنا كويس ويدربنا بشكل عملي. يعني بلاش في البداية إن احنا نبدأ بحاجة تكون اللي هو بقى انا لازم اروح مكان اخد ادفع فلوس كتير واجيب معدات كتيره وابدا من فوق قوي. لا يعني ابداوا مع نفسكم الاول واعرضي شغلك على حد يكون بيسمعك كويس، والحد ده يكون بيعرف يوجهك كويس قوي في الحته اللي انت محتاجاها. عظيم جدا. فاختيارنا للمكان بيتبني على اساس ان هل المكان ده هيدربني بشكل عملي على كل الالوان ولا لا، هيتابعني ولا لا. فهي بتختلف من مكان لمكان، لكن كترشيح يعني انا ما اقدرش ارشح مكان بصفه خاصه يعني. حلو قوي. طب انتي تعملي لنا بقى كورسات للكلام ده يعني ما... وانا بدات فعلا ان انا اعمل ده، وكمان بحضر لورش ان شاء الله الفتره الجايه يعني. بس انا يعني انا بحب ان احنا ما بحبش نبدا مع بعض ان احنا ازاي نقول ايه هو التعليق الصوتي ونقعد نحفظ في حاجات بقى وحوارات ما لناش دخل فيها دلوقتي. ممكن. نحب نبدا بشكل عملي على كل لون ونتمرن عليه كويس قوي لحد ما نتقن.
وكل حد بيبقى مختلف عن التاني، يعني كل شخصية بتكون مختلفة عن التانية، كل تون بيكون مختلف عن التاني. فأنا بحب إن أنا أتعامل مع كل واحد على أساسه يعني زي ما كنا بنعمل مع بعض كده، اللي هو كل حد باللي يناسبه، كل أيوة. واحد بيناسبه إيه وإحنا ممكن نبدأ معاه إزاي. فأنا الفترة دي فعلا بعمل كده، وفعلا بدأت مع أكتر من حد الحمد لله يعني. وشايفة إن التوجيه دايما بيكون هو الأساس في البداية، لأن الشخص ده أنت جايلك حد أصلا مش عارف هو هيبدأ منين ولا هيعمل إيه، فأنت بتوجهيه بس. انا عايزه اقول يا جماعه ان انا كنت من طلاب شروق وهي اللي عملته في الناس بط بط طلعته عليا وز وز، فيعني كان الموضوع هي يعني سمعت مقاسي، يعني اللي هو ايه الكاف كاف والكاف كاف يعني كانت ليله لا بس احنا وصلنا لمرحلة كويسة وكنا راضيين فيها عن كل حاجة الحمد ايوه. لله. وانا عملت تقريبا حاجه وبعتها لك، انا مش فاكره كنت عملتها اه بالعربي كمان صح؟ بالظبط اه. لا لا يعني انا بحاول لا اتعلم. وسجلنا فصحى، يعني كان في حاجات ما شاء الله بدأت تطلع. الفصحى بتاعتي انا بحاول اتحسن دلوقتي في الفصحى المكتوبه، يعني انا الموضوع الحمد لله اتحسن معايا كتير عن زمان. زمان ما كنتش ببقى عارفه الالف الهمزه فوق ولا الهمزه تحت كده في مقاسي يعني. اللي هو الفصحى إن أهم حاجة فيها إن أنت تطلعي مخرج الحرف كويس، وتقدري تقرأي مع نفسك بصوت عالي. يعني م- في ناس مثلا مخارج الحروف عندها كويسة، بس هي مش متعودة تقرأ، م. هي ما قرأتش أصلا، ما تقرأش صوت بصوت عالي عالي، ما بتسمعش نفسها كتير، فاهماني؟ حقيقي. فهي دي المشكلة، بتيجي بقى من هنا المشكلة. الناس دي ما بتسمعش نفسها كتير، فمش عارفة أصلا هي بتغلط في إيه بس. متفقه معاكي فأهم جدا. حاجة مخرج الحرف، وإن أنت تتعودي إن أنت تقرأي بصوت عالي مع نفسك. انا استخدمت التكنيك ده لما كنت بتعلم انجليزي زمان، ف... اه بالظبط. فهو اللي ظبط معايا حاجات كتير الحقيقه. لكن في العربي ما كنتش متعوده ان انا، يعني حتى ميسون بتقولك تقريبا التجويد بيحسن جدا اكيد. جدا جدا. التجويد بيحسنه جدا، بس أقدر أفصل بين الحروف وأنا بنطق في التجويد، وبين الحروف وأنا بنطق بتكلم في العادي. لأن الفويس أوفر مش محتاج أحس إن الشخص اللي قدامي بيضغط على الكلام عشان يطلعه. يعني مثلا في التجويد انت بتطلعي صاد، صاد مثلا، تاء، واو. لو انا ضغطت على الحروف دي في العادي وانا بتكلم، انت هتتضايقي، مم. بيبقى وقعها مش حلو على السمع. بس مطلوب ان انا اطلع المخرج كويس. يعني اطلع الظاء ظاء عاديه جدا، الصوت صوت ما طلعهاش سين، القاف قاف ما طلعهاش كاف، ما اقولش تمام. قراءه قراءه بالظبط. كيلات. حلو قوي. طيب يبقى كده خلاص اتفقنا ان الكورسات يعني لو حد عايز يعرف عن المجال او كده هيتابع الفيديو دوت وبعدين يدخل على العملي على طول مع ايه، مع ان شاء شروق. انا الله. كده ساعدتك في خطوة ان الجزء المقدمة والنظري الكتير تبقي تدي للناس يتفرجوا عليه بدل ما تشرحيه انت في الكورس. ان شاء الله ان شاء الله. آم، طيب احنا كده هو في اسئله في الشات انا هرجع لها، فانتوا اكتبوا لي الاسئله يا جماعه، انا بس بشوف الاسئله اللي عندي نبقى ماشيينها كده بالترتيب. هل لازم الواحد يكون عنده كل اللهجات دي؟ يعني لازم اكون انا اللي هو الانجليزي بلكنه عربيه والفصحى والعاميه واعمل صوت طفل وصوت كبير؟ يعني لازم يبقى عندي كل المهارات دي ولا انا ممكن يبقى عندي تون واحد ابقى بشتغل بيه في البدايه؟ بالظبط، لا مش لازم خالص، بس هو يعني احنا بنتطور مع الوقت. مم. فمثلا انت بتبتدي بتعملي ابسط حاجه انت بتعرفيها. احنا اللغه بتاعتنا ايه، اللهجه بتاعتنا الام ايه، العاميه المصريه، تمام. فانا مم. ببتدي اسمع حاجات بالعاميه المصريه، وابتدي ان انا اقلدها. تمام، مع الوقت بقى بتبتدي تعجبني حاجات مثلا بالفصحى، فبعمل حاجات بالفصحى. طيب تمام، طب انا خلاص بقى بدات ان انا اشتغل، مش محتاجه ان انا احتفظ بالفصحى والعاميه المصريه بس، لا انا محتاجه اطور من نفسي واعمل حاجات اشتغل في السوق الخليجي واطور من نفسي اكتر. طيب بتعلم اللهجة الخليجية. مم. تمام. طيب مثلا خلاص لا انا لقيت السوق بتاعي والعملاء بتوعي بقوا يحتاجوا الصوت بتاعي اعمل لهم حاجة بالانجلش، فانا ببتدي اطور من نفسي في حاجات بالانجلش. انا في البداية ما كنتش بعرف، يعني كان ممكن انطق كلمة واحدة بس انجلش انطقها صح، والباقي كله غلط. كان عندي مشاكل في الحروف بتاعة الانجليش مثلا، ان انا مش عارفة النطق الصح بتاعها. بعد كده بقى بنبدأ واحدة واحدة. الخليجي، اول ما بدأت الخليجي ما كنتش عارفة فيه اي حاجة خالص غير حرف الظا، الضاد بتتقلب ظا. بعد كده بنبدأ نسمع ونطور من نفسنا بس. فهو يعني مشوار الألف ميل دايما بيبدأ بخطوة واحدة. فابدأوا باللي انتوا عارفينه الأول، يعني ما تطلعوش من فوق. مش لازم بقى تاخدوا كورسات كتير ولا لازم ابقى عارفة وداخل المجال عارفة كل حاجة من أولها لآخرها، لا خالص. أبدأ باللي أنا عارفاه الأول، ومع الوقت لو أنا شفت نفسي بالمجال محتاج، في المجال ده محتاج إن هو أطور من نفسي أكتر عشان أواكب العملاء بتوعي، تمام أنا بعمل كده.
حلو قوي. يعني ممكن لو معانا مثلا مدرسين انجليزي، فهو ممكن يبقى الانجليزي بتاعهم كويس، فممكن يبقى اول حاجه يبتدوا بيها حتى مش العاميه المصريه، ممكن يبقى الانجليزي، خصوصا لو هو ممكن بيقدر جدا. يلعب صوته او يقدر بالظبط. يغير التون وهكذا. بالظبط اه. آه، اوكي. فكده يعتبر اسهل حاجه الواحد يبتدي بيها هو الحاجه اللي هو عارفها كويس. طيب خليني اسالك، ده كده جزء الفويس اوفر كفويس اوفر. هل الفويس اوفر ده انا بروح اشتغل في شركات، يعني بروح كده زي الموظف بقعد في شركه استوديو وبقعد اسجل فيه، ولا ده بيبقى شغل من البيت؟ يعني الموضوع ده الواحد بيعمله ازاي؟ يعني انا دلوقتي معانا ناس بتقول طب انا عايزه ابتدي، انا يعني كان في الشات في اه، في حد بيقول معدات بسيطة زي ايه مثلا في البداية؟ كان في حد بيقول يعني انا حاساني صوتي حلو يجي مني، فتعمل اه، حاجه زي كده ازاي؟ هي بس في رشا كده بتقول هو الصوت واطي. السؤال بقى صوت ايه اللي واطي، احنا ولا لا؟ انتوا سامعيننا كويس؟ يعني سامعيني كويس وسامعين شروق كويس يا جماعه؟ طيب الحمد لله، هما كده بيقولوا ان الصوت تمام. آه تمام الحمد لله. اوكي. طيب هي كده نبتدي يعني انا خلاص اوكي، انا دلوقتي ما كنتش اعرف اي حاجه عن الفويس اوفر، ودلوقتي بقى عندي شويه معلومات وحاسه ان انا عندي لهجه من اللهجات دي او طريقه من الطرق دي انا بقدر العب بصوتي. اعمل ايه بقى؟ يعني انا هقعد اتمرن شويه مع نفسي واسمع نفسي وكده. طب عايزه اشتغل، عايزه انزل تدريب، عايزه اروح في مكان ما، اعمل ايه؟ انا اكتر حاجة حبيتها فيكي قوي انت بتقولي العب بصوتي، انا عاجبني قوي الموضوع ده من ساعة ما ما بعرفش قابلتك. اعمله، انا لسه مونوتون زي ما انا اللي هو ايه. لان انا اول ما بدات التعليق الصوتي رحت كتبتها لهم كده على البروفايل. اول ما بدات اشتغل وجالي اول عميل كتبت كده على البروفايل ببيع صوتي بكل صراحه. انا مش هعمل لكم حاجه فور فري، انا هبيعه. اللي عايز يدفع يتفضل، اللي مش عايز. طيب، في البدايه ازاي ابدا اشتغل؟ انا ما برشحش ان احنا نروح نشتري معدات كبيره في الاول ونبدا ان احنا نشتغل بيها، لا. انا ممكن اجيب حاجه بسيطه قوي زي ما قلت، سماعه اقعد اجرب فيها كاني بلعب مع نفسي. تمام. فانا بفضل العب في الاول، اجرب حاجات، بتعلم حاجات. حسيت ان هو ده المجال اللي انا هقدر اكمل فيه، تمام، ببدا بقى اصرف عليه. طيب انا بصرف عليه منين؟ مثلا انا في الاول كان دايما كنت بسجل بحاجات بسيطه قوي، بحاجه بسيطه قوي. فبقيت كل ما ابعت لعميل الحاجه اللي انا بسجلها كان دايما كلهم عندهم نفس الرد: ادائك حلو قوي، صوتك حلو قوي، ولكن وكان الحمد لله ربنا بيوقعني في ناس اللي هو دايما تديني نصايح. يعني مثلا: ولكن عندك ايكو في الباك جراوند، عندك مش عارفه في نويز في الباك جراوند، الصوت مش متفلتر مثلا يعني. طيب مع الوقت انا بدات احسن من الحاجات دي. تمام. لو انا بادئه بدايه بسيطه قوي، بادئه بهاند فري، خلاص قررت بقى ان انا خلاص يعني بما ان في ناس عاجبها صوتي ومحتاجه تستخدمه، ولكن تمام، فاذا لا احنا محتاجين نحسن. اشتريت مايك وقتها كان بسيط قوي. افتكر وقتها تقريبا كان من 4 سنين، كان ما جابش 450 جنيه. كان مايك وهيدفون، حاجه كده كلها مع بعضها يعني. وما كنتش حتى عندي لابتوب ولا عندي كمبيوتر، وما كنتش عارفه هشغله ازاي اصلا. بجد. كان الكمبيوتر بتاعي باظ، صلحته كده وحاولت ان انا اظبط عليه واشتغل على الموبايل بتاعي. قعدت انزل حاجات تكون مناسبه للاندرويد بحيث ان انا اقدر اسجل عليها، وبدات. وبرضه مع الوقت بقى في حاجات، ولكن طيب ماشي تمام، بما ان الناس لسه محتاجاني وعاجبها صوتي، فليه لا انزل استوديو بره خارجي، اجرب تجربة الاستوديو الخارجي. تمام. فمن هنا بقى بتبتدي خطوات التحسين. مع الوقت الحمد لله بقى عندي الفوكال بوث بتاعي. واللي ما يعرفش يعني ايه فوكال بوث، فهو مكان صغير كده معزول ومعالج صوتيا بحيث ان هو ما يخرجش، ما يطلعش ايكو ولا نويز ولا اي حاجة. وعندي المايك بتاعي مايك احترافي محترم الحمد لله. فبس يعني دي كلها حاجات بتيجي مع الوقت، ولكن البداية تكون صغيرة عشان بحيث ان انا لو مش شايفة نفسي في المجال يبقى خلاص اتراجع اشوف لي حاجة تانية. آه، تمام. لان هو مش عافية يعني، مش يكون يا ما مش بالعافية يعني، فاهماني؟ انا لا اكون فهو خلاص يا جماعه، انا عايزه اوريهم صوره الاستوديو، فخليني اشير السكرين بعد اذنك يعني. اه اتفضلي. الصوره اللي انت كنت بعتها لي صح؟ اللي انت الصوره دي، ده الفوكال بوث صح؟ انت حكيتي لي عن بالظبط. لا بصي، ده مكان انا شغالة فيه حاليا، فهو ده الاستوديو الصغنن بتاعنا يعني. بس اصلا انت كنت حكيتي لي ان موضوع لما كنت بتقولي اصل بيبقى اه في نويز او في ايكو، فكنت بتقولي ان انتوا بتركزوا بالظبط. في الحاجات دي وراكم.
على ايوه خاطر بالظبط، يعني ده انا ممكن ابعت لك صورة الفوكال بوث بتاعي، هبعتها لك حالا. على مهلك. يا جماعة احنا بناخد كمية معلومات النهاردة يعني، اي حد يدخل المجال بقى ان شاء الله وصار شروق يبقى ايه، يدعي لي. يدعي لنا بقى معاها يعني. آه احنا لغاية دلوقتي وصلنا لغاية ان احنا خليني اشوف كده برضو الأسئلة. بصي دي الصورة، اوكي تلاقيها خليني. عندك في الشات بقى. يا لولو دي جامدة جدا ما شاء الله، اللهم دي بارك. اخر حاجة دي اخر حاجة عملتها عندي في البيت. لا استني لازم اشيرها لهم، دي جامدة جدا ما شاء بالظبط. الله. هو حقيقي بيموتني في الحر، يعني بموت جوه بس مش مشكلة. صحيح. لان هو شايفين اصلا الصورة يا جماعة؟ يعتبر متر ونص في متر كده، عارفة اللي هو يدوب حاجة بس مكفياني. والله بس كوزي كده جميل يعني، تحس ان هو بالظبط. ايه بيحتويني بقى اللي هو يعني في انا الشتاء ببقى رهيب، في الصيف جهنم، بيسيح ذنوبي ودهوني وكل حاجة. طب ما حاولي بقى تشوفي تكييف صغنطوط خالص بقى يركب او ما هو كده. مش نافع، يعني مش لاقيه له حل، لان هو عبارة عن خشب، فهي وحدة خشبية، فانت هتحطي فيها تكييف ازاي؟ هتقع على دماغي. ده انتي كأنك فاهماني؟ بتعملي جزء من الأوضة بالخشب، اه بالظبط اه. وبتحطي اللي هي الحاجات اللي هي السودة دي، اسمها ايه الحاجات السودة دي؟ الاكواستكس. اسمها ايه؟ اكواستكس. اكوا. اكواستكس اه. اكو ولا ايكو؟ دي اللي هي اكواستكس. هي كده اكواستكس. بيكتبها لنا طيب عشان انا مش عارفه حاضر. يعني، اكتبها لنا بقى بالعربي ولا بالانجليزي انا مش عارفه. بس جميله قوي يعني، احنا لما نيجي نفكر كده انت عندك اللايت رينج، انت بتستخدمي اللايت رينج في ايه؟ انا عشان مش بس فويس اوفر، انا بشتغل سبوكس بيرسون ويو جي سي كريتور، فبستخدم الرينج ايه لايت. الحاجات دي ايه الحاجات دي انا مش فاهمه واحده واحده عليا. بصي عارفه السبوكس كلمتين بيرسون انجليزي بيبقى يعني شخص تمسك علينا واحده واحده كده. بصي السبوكس بيرسون بيبقى شخص بيتكلم عن حاجة معينة قدام الكاميرا، يعني شخص بيبقى منه دايركت للكاميرا زي ما احنا قاعدين قدامنا كده، بس بنتكلم عن مكان بنماركت له، يعني بقول ان المكان ده موجود فيه كذا وكذا وكذا، فيلا روحوا مثلا. اليو جي سي بيبقى عبارة عن منتج بيبقى معاكي، انت اه بتقولي بقى هلو يا جماعة والله انا جربت المنتج ده، انا عارفة اللي هو كأنك يعني بروجر، منتج. بتكلمي كأنك بروجر قوي. ايوه فهمت قصدك. انا بس هي انا افتكرت دلوقتي اليو جي سي اللي هو الناس اللي بتعمل انبوكسنج، وبصوا البرودكت ده يا جماعه، وبصوا الشامبو اه دوت حلو بيوقع الشعر وجميل وكده، فاهمه اللي هو تمام. اه السبوكس بيرسون او اللي هي التانية دي اللي انا مش قادره اميزها قوي، اللي هو ايه يعني، انا قاعده بتكلم مثلا دلوقتي قصاد الكاميرا بتكلم عن ايه بقى؟ بتتكلمي عن اي حاجة. مثلا حد عايزك تعملي له اعلان لمكان، المكان بتاعه، تمام. طب وانا طالعه بوشي ليه؟ بتطلعي بوشك عشان انت بتقولي بتعرضي عن بتعلني عن المكان ده. هوريكي مثلا حاجة يا رب الاقيها. يا ريت، لان انا مش قادره، انا حاسه ان احنا كده بنتكلم كمان يعني احنا كنا ماشيين في الفويس اوفر، وبعد كده الفويس اوفر بيتطور اه الى ترى ليش ابننا بيسمع لي؟ ركزوا. تمام معاكي اه. اعمل لك البرميشن تو شير بس تمام قوليلي. يعني انا اقصد ان كده الفويس اوفر كمجال ممكن يتطور الى حاجات تانية جانبية، بالظبط اه. اللي هو مش هطلع بس بصوتي، لا هطلع بقى بصوتي وشكلي وكده يعني. تمام بالظبط اه. مثلا زي كده. يا ترى ليش ابننا بيسمع لي؟ ركزوا معي شوي. المشكلة اللي بنواجهها كأمهات إنه أولادنا ما يسمعونا لما نطلب منهم شيء، لحتى نفقد أعصابنا ونبلش بالصراخ. أكيد جربنا كل الطرق، طلبنا منهم بهدوء، جربنا نرغبهم بالمكافآت، هددناهم بالعقوبات، بس ولا شيء نفع، وما رح ينفع أي شيء طالما ما عرفنا السبب الحقيقي وراء تصرفاتهم. خليني أوضح لك، التصرفات المزعجة من أولادنا تشبه تماما لما تشم ريحة مو منيحة وما نعرف مصدرها، لما بترشيهم بالهدايا، تهددهم أو تصرخ عليهم، كنا عم نرش ونغطي الجو لنغطي بس على الريحة. بس المشكلة إنه الريحة رح ترجع، الحل الوحيد إنه تعرف مصدرها وتتخلص منه. نفس الشيء مع أولادنا، إذا بدنا نعالج سلوكهم لازم أول شيء نفهم شو سببه، وبعد دي كانت حاجة بسيطة بالشامية الدارجة يعني. ف انت بتتكلمي دايركت قدام الكاميرا، مش محتاج منك حركات كتير، يعني فاهماني؟ وبعدين مش تعملي مونتاج عليها بتدخلي بقى صور من المكان بالظبط. وكده. بالظبط اه، مش بتنتقلي قوي بالكاميرا يعني، فاهماني؟ بس في مثلا برضو حاجة تانية دي بيبقى ممكن. اسمها ايه بقى، سبوكس بيرسون سبوكس ولا بيرسون اه، سبوكس سبوكس بيرسون. بيرسون؟ اكتبوا يا جماعة الكلام ده اللي بيعرف كلمتين انجليزي.
اكتب لنا الحاجات دي في الشات، عشان خاطر لو اي حد مهتم بمجال الفويس اوفر يبقى عارف الكارير ده ممكن يتطور لايه بعد كده يعني. في برضو مثلا حاجة لليو جي سي زي كده. طلبية مثل هذه وصلت من ميلانو. طلبية مثل هذه وصلت من ميلانو. تخيلوا متسوقة شخصية خاصة موجودة في ميلانو. هو صوت مظبوط؟ هو صوت بس ولا صوت هو وصورة؟ صوت وصورة بس، عشان هو مش عندي على درايف فانا فتحته من اللاب، فهو في شير. تقدري تعملي شير. اه، ما انا عاملة شير المفروض. بس احنا شايفين اللي هي ملفاتي. اه طب ثواني. هي لسه بتشيرها يا جماعة. رشا بتقولك في التعليقات في حاجة اسمها تكييف متنقل، ممكن تبقى اه يعني. هو انا اخر حاجة توصلت ليها بالحتة بتاع صغير كده قد كده، صغنن قوي، مروحة صغيرة كده. بس اه. مشكلتي مع الحاجات دي ان هي بتزن كتير قوي، فانتي ما بتقدريش ان انتي تسجلي وهي شغالة. فعشان كده بس مش عارفة اتصرف. حلو قوي. هو البتاع، جبت البتاع اللي هو بتحطي له تلج من فوق ده وتشغليه بقى ويطلع عليكي رذاذ ميه، فلا لا. في ازازة مية صعب في برضه. التلاجة وتحطيها وتطلعي. ناس كتير قوي قالت كده، اللي هو بس بتخرجي الرطوبة من البتاع، بس لا يا جماعة الجو حر، هو فعلا الجو حر فخلاص. الله يعينك باين والله. قوي ان هو حر. محدش آه، بيركب بالسهل. احنا ممكن ناخد سؤال بس على ما ده اه، يحمل. اوكي، نشوف سؤال خلينا تاني نعمل على ما ده. الأسئلة بتاعتي عقبال ما تعرفي تعملي الشير. ماشي طيب تمام. احنا كده بسم الله. احنا كده اتكلمنا ملخص سريع، حد لسه داخل معانا اتكلمنا عن مقدمة كده عن شروق، وبعد كده اتكلمنا عن مجال الفويس اوفر عموما، زي ازاي نبتدي في المجال، نبتدي بأنهي معدات، ايه إيه الكورسات اللي يعني بتتم في المجال. وهي قالت انها ان شاء الله بتجهز لكورس، اللي مهتم يقدر يروح يحجز معاها بإذن الله، يقدر يتابع الاكونت بتاعها على الفيسبوك باسم شروق خالد، وانا هبقى اشيره برضو في وصف الفيديو ده لما ينزل على القناة بإذن الله. ووريتنا امثله للهجات مختلفه في مجالات الفويس اوفر، وقلنا ان ممكن نشتغل من البيت او من الاستوديو، بحيث ان احنا الموضوع يبقى فيه عزل عن الضوضاء او الايكو او الصدى اللي بيحصل. طيب خلينا بقى نروح لحته ان طيب احنا بنلاقي العملاء فين؟ يعني بنجيب الناس دي منين؟ اه تمام ماشي حلو. انا في الاول علشان الناس تعرف ان انا بدأت حاجة او ان انا شغالة في الحاجة دي، لازم اوريهم. يعني امم. ايه لازم اوريهم؟ انا بفرض نفسي على السوق. بوريهم ازاي؟ اللي هو زي ما قلت احنا بنبدأ ان احنا بنسمع اكتر وبنحاول نقلد. تمام. طيب دلوقتي ما شاء الله السوشيال ميديا كلنا عندنا اكونتات على فيسبوك وتيك توك ومش عارف ايه، وكل الحاجات بتاعت السوشيال ميديا عامة انا بنزل عليها. بقول للناس اهو انا هنا اهو، انا بعرف اعمل كذا وكذا وكذا. فابتدي اعمل حاجات مختلفة بحيث ان الناس تبدأ تشوفها. تمام. فخلاص يعني هيبدأ اكتر. مثلا الاسبوع ده ممكن يجي لك ما جالكيش حد، تمام استمري اكتر. احنا اتفقنا في البداية ان احنا بناخد الموضوع كأننا بنجرب. احنا بنلعب مع بعض، بلعب مع نفسي، بجرب حاجة وعجبتني فنزلتها. تمام. والله مع الوقت انطلب منك شغل، خلاص بتحاولي تنفذيه وتعرفي الشغل ده بيتنفذ بجودة كويسة ازاي. تمام. بس في الاول وفي الاخر ارجع واقول العميل محتاج يحس بالطمأنينة. يعني محتاج يشوف منك ان انت بتقدري تنفذي الشغل ده بطريقة احترافية. امم. يعني مثلا ما اروحش اسجل في وسط دوشه والناس كلها حواليا والاطفال بتلعب وصوتهم طالع في قلب الريكورد. لا، بختار مكان يكون مناسب للتسجيل، وما سيبش صوت الحاجات اللي هي في الباك جراوند تكون طالعه معايا. وبحاول بقى ان انا يعني لو انا قدرت ان انا اعمل هندسه صوتيه بسيطه او اتعلمها مع نفسي بحيث ان كل حاجه تكون طالعه احترافيه شويه، تمام بعمل كده. ما قدرتش، بشوف حد يقدر يساعدني في الحته دي. او مثلا بجهز عينات صغيره يكون بنسميها ديمو. بجهز مثلا عينات صغيره من كل لون، واروح اجر ساعه مثلا في استوديو يطلع لي الحاجه دي بطريقه كويسه. طيب ماشي. طب انا يا شو والله انا بدأ وما عنديش البادجت اللي انا لا انزل استوديو ولا اجيب اي حاجه خالص. تمام. بعرض شغلي بالطريقه بتاعتي اللي هي الكواليتي القليله دي. ومع الوقت لو حسيت ان في حد ممكن يطلب مني حاجه فبعملها له مثلا بسعر رمزي مقابل الكواليتي القليله بتاعتي دي. ولكن بقول له ان انا مثلا لو انت عايز كواليتي اعلى من دي انا ممكن انزل اسجل في استوديو بره، والبادجت بتاعتي هتكون كذا.
وبختار بودجت تكون مناسبة مرضية ليا ومرضية للاستوديو، يعني اخليه هو يدفع ثمن الاستوديو. تمام. وهو هيقبل ان هو يدفع ثمن الاستوديو؟ والله يعني أما في ناس بتوافق، هو ممكن يكون عاجبه صوتك وعاجبه أدائك بس مش راضي عن الكواليتي بتاعتك، فممكن تيجي، ممكن انتي مثلا في البداية تاخدي منه تمن الاستوديو بس مم. مثلا يعني، يعني اللي هو يدفع لك تمن الاستوديو وتقولي له مثلا خلاص، يعني تقولي له مثلا والله انا سعري مثلا 250 جنيه، وسعر 250 جنيه دي هتبقى تمن الساعة بتاعتك في الاستوديو، فبتنزلي وبتعملي الحاجة دي وخلاص. كويس، بيبقى شغل كويس وتحطيه في البورتفوليو بتاعك وتقدري تقدميه بعد كده. انتي يعني تنازلتي عن الفلوس مرة، يعني ما اخدتيش حقك بشكل كامل في اول مرة، بس بعد كده المرة في التانية خلاص هي هتكوني عملتي بقى عينات صوتية كويسة تناسب انتي ترديها على اي حد وتاخدي حقك كويس. يعني كأن احنا لازم نضحي في البداية، لان دايما الناس بتبقى اللي هو ايه، هو صح اكيد انا عايز. والله، انا بشوف كده يعني خلاص عشان تفرضي نفسك على على سوق الناس اللي بتجرب كتير والدخلاء على المهنة كتير، و... مم. وفي الاول وفي الاخر يعني هو ده رزق. مم. فيعني في ناس تلاقيها صوتها حلو قوي بس لسه ربنا ما اكرمهاش ان هي يكون عندها حاجات كتير، شاطر. فهو رزق يعني في الاول وفي الاخر. وفي قاعده كده عامه في مجالنا ان العميل دايما بيختار الصوت الانسب للشخصيه مش الصوت الحلو. يعني اوكي. في ناس يكون صوتها حلو قوي بس صوتها مش مناسب للشخصيه اللي هو عايزها، فتمام ما بيختارهاش. فكل حد على حسب، يعني على حسب التون بتاعه ويعني برضو ربنا مش بيضيع تعب حد في الاول وفي الاخر. زي عظيم. ما قلت هو رزق، بس كتضحية لا لازم يكون في تضحيات في البداية. حلو قوي. طيب خلينا نروح لسؤال تاني. احنا تمام. كده اتكلمنا ان احنا ممكن نبتدي خلينا نلخص الجزء اللي فات ده عن ان هو احنا بنبني بورتفوليو وبنعمل تسويق لينا، بنعمل بيرسونال براندنج او تسويق شخصي لينا على السوشيال ميديا بالظبط. علشان مم. خاطر نعرض الحاجات اللي احنا عملناها. رقم واحد لعب كده مع نفسنا بنبتدي نعرضها، فالناس تبتدي تشوف الحاجات دي، فيجي لنا عميل، العميل دوت هيلاقي ان الصوت كويس وكل حاجة، فيبتدي ان هو سواء دفع كتير دفع قليل. فانا في البداية هشتغل وخلاص، يعني بالظبط. ما عنديش حرية اه ان انا اجدل على السعر لغاية ما ابني البورتفوليو بتاعي او سابقة الاعمال بتاعتي اللي بعد كده الناس تشوفها تقتنع بيها، فيجي لي عملاء وابتدي بقى اقول انا عايزة الحاجة بالظبط. برقم معين. على فكرة بالمناسبة في عملاء بتدخل تقول يا جماعة أنا عايز فويس اوفر مبتدئ. امم. انا ما كملتش اصلا احنا ازاي ممكن نبدا، انا خلاص بعرض شغلي على السوشيال ميديا، في جروبات بتكون مخصصه للفويس اوفرز، بتبقى فيها كميه ناس بتطلب فويس اوفرز مش طبيعيه، بدخل وبقدم للعملاء اي حد بيطلب، في ناس بتكون متطلباتها انا عايزه فويس اوفر يكون مبتدئ، ده بيكون البادجت بتاعته بتاعت الحاجه اللي عايز يعملها اصلا قليله، فهو اوريدي هو عايز حد مبتدئ عايز كواليتي قليله فمش فارق معاه، فعادي ممكن تعملي كده. في آه. منصات تانية برضو فريلانس زي خمسات و... واب وورك وفايفر، بس فايفر يعني فايفر اسرائيلي فانا مش بتعامل عليه بصراحة، بس يعني اللي حابب تمام. وفي ساوند ديلز بس ده بيطلب عينات احترافية قوي فمش بيحتاج ان انت تحطي عليه اي حاجة وخلاص. مم. وبس فانت بقى بتفضلي تجربي على اكتر من منصة لحد ما تبني عملاء. في مثلا واحد عجبه صوتك وعجبه طريقة التعامل بتاعتك، فخلاص انت كده معاه. يعني هو مش كل حاجه صوت، ما انا ممكن اكون صوتي كويس بس بتعامل وحش فما بعرفش اكسب عميل. مم. فانت بتفرضي نفسك من كل النواحي، يعني انت حابه الناس تشوفك ازاي، حابه الكلاينت ده يفضل معاكي ولا لا، فانت بتعمليه كويس. تمام. بس فهي بقى واحده واحده بتيجي من هنا. تمام. انا حابة اقول لك ان احنا طلعنا لايف على الفيسبوك، بس بجد. لازم التنويه يعني من قبل الحتة اللي فاتت دي حتة صغيرة كده. مم. فحابة بس الناس اللي ممكن يكون يوصل لها دلوقتي النوتيفيكيشن على الفيسبوك، لو في حد هيبقى بيتفرج على الفيديو ده، حابة اقول لكم ان احنا بقالنا اكتر من ساعة بنتكلم عن مجال الفويس اوفر مع شروق. هي خبرة اكتر من 4 سنين في مجال الفويس اوفر. كلمتنا وورتنا امثلة حلوة جدا، اللي ما حضرش معانا، البنات اللي ما كانتش معانا على كوكب البنات فما شافتش الامثلة بتاعت الكرتون وبتاعت اللهجة الخليجية واللهجة الإنجليزية بلكنة عربية. شفنا أمثلة كتيرة حلوة قوي لشغلها النهاردة. فطبعا اللي ما حضرش معانا من الأول فهو فاته كتير جدا. يلا نصيبكم معلش. آه، عندنا، أنا بحب أبكت الناس، أنت عارفة أنا انت نزعة بتحبي كده، فعلا. نزعة جوايا كده إن أنا بكت. هطلعه عليكي بعدين اصبري بس.
عشان كده لما جيت بقى قلت ياه، هو انا اللي بعمل في الناس بيجي عليا؟ ولا هو بقى ايه، ولازم تمرين كتير ولازم تجربي وتبعتي لي كذا مش عارفه ايه، ولا ليه كده؟ ليه؟ طيب عندنا شوية حاجات كده، يعني احنا اتكلمنا عن مجال الفويس اوفر بشكل تقريبا مفصل، ما اعتقدش ان حد هيلاقي الكلام ده في اي حتة يعني. واتكلمنا عن ان احنا بنبني الاستوديو في البيت او بنشتغل في استوديو بره، وازاي بنلاقي العملاء بتوعنا، وان انتي هتعملي ان شاء الله بعد كده يعني بتجهزي الكورسز علشان خاطر الناس تقدر تتدرب معايا، يعني حتى الناس في التعليقات بيقولوا لك ان عايزين نتدرب معاكي بقى ان شاء الله. ف تعملي بقى كوميونيتي صغير كده تجمعي الناس فيه. ان ف شاء الله. اه باذن الله، يعني على اساس ان انت في حاجات عندك كتير قوي تقدري تشاركيها معاهم، اللينكس للمواقع اللي يقدروا او الجروبس اللي يقدروا يلاقوا من عليها شغل. خصوصا حته الشغل من البيت دي، لان في بنات كتير معانا بتبقى ظروفها، يعني سواء الظروف الأسرية أو الظروف يعني الاجتماعية عموما، إن هي مش هتقدر تخرج من البيت كتير، فده واحدة من المجالات زي التدريس كده تقدر تشتغل من البيت. آم، قولنا بقى، خلينا ندخل كده في حتة مش شخصية قوي يعني، بس خلينا نقول لو انت عندك اقتراحات او من تجربتك، ايه مميزات وعيوب العمل في مجال الفويس اوفر؟ المميزات يعني انا بحس ان دي بما انها حاجه هي متفقه مع شخصيتي وان هي حاجه بحبها، فانا بعمل الحاجه اللي انا بحبها. الموضوع مش صعب، الموضوع بتحسيه كأنك فعلا بتعملي لو انت حابة المجال فانت فعلا بتعملي حاجة مش بس بتاخدي منها فلوس، انت حاجة بتعمليها وانت مبسوطة. يعني تخيلي نفسك في كل الكاركترز دي او مع كل سكريبت رايحة جاية، فانا بحس قوي ان انا فرحانة وانا بعمل كده. يعني زمان وانا صغيرة لما كنت بقف في الإذاعة المدرسية كنت بقول لمامتي انا اكتر حاجة بحبها وانا واقفة ماسكة المايك، دي اكتر حاجة، اكتر لحظة بحبها في حياتي انا ماسكة المايك على طول كده. عايزة اقضي طول اليوم ماسكة المايك بس مش هدخل الفصل. سبحان الله. ف بجد سبحان الله فعلا. فانت مميزاته ان انت لو انت حابه المجال انت بتعملي حاجه انت بتحبيها. ثانيا العمل بتاعك مرن، يعني مش مرتبطه بمواعيد. انت جالك سكريبت فممكن محتاجه ان انت عشان مثلا تأديه لو العميل مش مستعجل، طبعا لو انت مش عندك عملاء كتير والعميل مش مستعجل فانت بتعمليه في الوقت اللي يناسبك، مش مرتبطه غير بديدلاين مثلا لو لو العميل هو اللي حاططه لك. مم. فالمواعيد الشغل مرنه. أسوأ حاجه بقى في المجال ان مواعيد الشغل مرنه. فممكن ما نخلصش الشغل بقى، نفضل نأجل بالظبط. نسوي. بالظبط. انا اوكي. متاحه 24 ساعه، يعني ليه انا مش عارفه ان ممكن يطلب مني معلش هي الساعه 10 بالليل واحنا عارفين ان احنا مضايقينك وكل حاجه، بس والله مستعجلين عليه ضروري، والله مش عارفه عايزينه بكره الصبح، والله مش عارفه الكامبين متاخرين عليها مش عارف فين. طب يعني طب ليه سايبيني للاخر ما تبتدوا بيا يعني؟ ليه جايين لي على تكه؟ بس اعتقد ان دي ممكن تتحل لو انت يعني مثلا اللي هو ايه، هم عارفين ان بعد الساعة 5 مثلا شروق بتبقى مختفية ومش مش بتفتح الموبايل بتاعها. ممكن، بس خلينا نقول ان في فرص دايما ممكن تبقى مستخبيه كده. يعني انت مثلا السكريبت حلو، انا مره جالي سكريبت تحفه الساعه 12 بالليل، هسيبه؟ لا طبعا. لا ايه. طبعا. معلش يعني هشرب اي حاجه واطلع اسجله، بعيد مش القضية. معقوله. لو طبعا اه. ففي فرص كده انت ما بتحسجيش ان انت لا انت ما ينفعش تضيعيها. وخصوصا بقى لو انت حاضره وصوتك حاضر وتركيزك كمان حاضر في السكريبت، وعارفه ان دي الحاجه ممكن تقوليها ازاي، وعارفه ان هي شخصيتك ممكن تيجي فيها قوي، فلا هتلحقي ان انت تلقطيها على طول. وخلي بالك المجال واسع في منافسه كتير، مم. فالعميل لو ما لقاكيش متاحه هيروح ل 100 حد غيرك تاني متاح. فلا ما تفوتيش الفرصه طبعا، يعني ما ينفعش تقولي لا انا بس والله انا متاحه بس لحد الساعه 5. مبدئيا لا، ما ينفعش كلنا نكون متاحين بس لحد الحته دي، كلنا لازم نكون مرنين في المواعيد. احنا ماشيين على حسب توجه العميل هو عايز ايه. حضرتك عايزني الساعه 12 انا تمام، انا تحت امرك. انا دايما اقول لهم ان نقطه ضعفي العميل المهذب اللي داخل يطلب الحاجه بادب كده ويقول لي معلش والله انا اسف واسف، لا انا كلي ملكك اساسا، تعالى انا هعمل لك دلوقتي حالا. تعالى تعالى عايزين نشتغل، هات فلوس. جيب بالظبط. بكشيش. احلى هو حاجه هتدفع كام؟ ايوه بالظبط. يعني عايزين نتكلم في الحته دي، انا عارفه ان هي بتبقى حساسه شويه، بس بما ان احنا يعني المجال دوت فيه ما شاء الله فرص حلوه.
فاحنا هنتكلم عن حتة الفلوس دلوقتي والبوتنشال بتاع الأرقام الموجودة في المجال، بس هنقفل اللايف اللي موجود على الفيسبوك علشان خاطر لو في بنات أو في أي حد بيتفرج على اللايف ووصل معانا الحتة دي وما كانتش معانا على جروب كوكب البنات، فحابة أقول لك معلش هيفوتك معانا. أنا متأكدة إن الناس اللي مش مهتمة بالتطور المهني فهم مش مهتمين بالفلوس، فخلاص يعني مش محتاجين إن هم آه، يعرفوا الحتة دي يعني. كفايه فاحنا ذل في البني ادمين بقى. هنتقم لكم منها يا جماعه، بس اصبروا بس. شيء جميل انك تأذي انسان، عارفه اللي هو ايه. لا يعني اللي هو دي اكسكلوسيف للناس اللي هتكون معانا يعني. غير كده بقى يبقوا يستنوا لما الفيديو ينزل على القناة، فاهمة؟ طيب طيب انت دلوقتي قفلتي فيسبوك؟ اعتقد ان هو كده اتقفل تمام. عايزه يعني. اشير معاكي حاجه UGC. UGC طيب حلو جدا هي. اه. اعتقد ان هو كده اتقفل. ماشي. هتديني البرميشن ولا خلاص عادي عندنا قبل؟ احلى بيرميشن نطلعه لك دلوقتي، لو ما فيش يا نعمل نهار ابيض، ما تحرمش. فريق زوم دلوقتي نقول له نزل الفانكشن دي مخصوص عشان شروق. شكرا شكرا. حاجه مثلا زي كده. طلبية مثل هذه وصلت من ميلانو. تخيلوا متسوقة شخصية خاصة موجودة في ميلانو، تقدرين تطلبين منها تروح لأشهر أوتلت في ميلانو وتاخذي راحتك معها لين تلاقي هذه الشنطة الجميلة وتشترينها وتشحنها لك في نفس اليوم. خدمة المتسوقين الشخصيين خدمة رائعة، تحصلونهم في تطبيق جملي. شكرا تطبيق جملي، وإيش تنتظر؟ حمل تطبيق جملي الآن واطلب متسوقك الشخصي. ده كان مزيج كده حاجه ما بين الUGC عارفة زي الناس اللي هي بتبقى زي التيك توكرز، الحاجات دي اللي هي بتفتح ويلا هنعمل بالظبط. ايه. يلا نعمل انبوكسنج بقى. في حاجات تانية مثلا بتعرضي المنتج نفسه، يعني اللي هو بيبقى فيه زوم على المنتج نفسه. هذا السر رح يغنيك عن الباديكير. ودكم أقدام ناعمة ورطبة وخالية من التشققات. وفرنا لك أهم مجموعة لتدليع أقدامك، شرابات السيليكون هذه مع جهاز إزالة الجلد الميت والجاف، الاثنين بثمن منتج واحد. فاللي هو انت بتعرضي بقى المميزات بتاعت المنتج والحاجات بتاعته، بتقعدي تقوليها. اوكي، انا عايزه حد برضه يدلع اقدامي. انت كلنا والله. بتجيبي نفسك من الضحك ازاي وانت بتسجلي الكلام ده؟ انا لما اسجل الكلام ده فعلا مش هخلص الشغلانه. اوكي، نيجي هو احيانا فعلا بيحصل مهازل كده، حاجات بتكون مرحه فعلا في التسجيل. بس مع الوقت بقى بتتعودي، وانت على حسب المود بتاعك. يعني اوقات مثلا احس ان انا خلاص، انا جايه بقى عايزه اهزر ونعمل اي حاجه، واوقات تانية لا خلاص احنا جايين نشتغل. يبقى ما خلاص ينفعش الامر نشتغل معتاد. عادي. انا فاهمه قصدك. فاهمة بالظبط. طبعا، عشان أنا بالنسبة لي الموضوع شوية غريب فاللي هو لا تدليع قدامي ايه بتاع ايه. هو احنا الحقيقة نصحى نغسل احنا وشنا مش قادرين نطلع. والله، مش هو لا لطيفة جدا. طيب خليني أسألك، احنا عايزين نتكلم في الفلوس. تمام. بحب دايما نتكلم في الفلوس الحقيقة، انت عارفة الموضوع ده. طبعا بس احنا مش بنسأل عن شروق بتاخد كام. احنا بنسأل دلوقتي حد ايا كان بيبتدي دلوقتي، هتدخل عمي فصحى انجليزي ايا كان، مم. وهتبتدي هنضحي بقى يعني هنضحي في الاول لغايه ما يبتدي يجي لنا اول رقم. مم. الكام بكام، الايه بايه يعني، دي بتتحسب ازاي؟ يعني في التدريس مثلا ممكن يتحسب بالساعه، مم. بيتحسب بالشهر في عدد ساعات معينه، لكن في مجال الفويس اوفر بيتحسب بكام؟ الشغل اللي هيطلع ده بيبقى ايه؟ مبدئيا في قاعده عامه برضو في المجال، كل عميل وله ظروفه. حلو. تمام. تمام. وفي ناس مع الوقت بتعمل لكل لون سعر. يعني امم. سعر المصري مش زي سعر الخليجي. مع الوقت مع التطور يعني بتعمل كده. بس صح. خلينا نبتدي في الأول. أنا مثلا دلوقتي ما أقدرش أساوي اللي بيسجل بهاند فري زي حد معاه مايك بروفيشنال ب 12000 جنيه. ما امم. ينفعش السعرين يكونوا زي بعض. زي ما قلنا في الأول بيكون في تنازلات. فأنا بقدم قيمة مقابل سعر. امم. تمام، أو سعر مقابل قيمة. تمام. فمثلا أنا ببدأ الأول بسعر رمزي جدا يناسبني كشخص. مثلا أنا بسجل بهاند فري بس بالموبايل، والعميل عرض عليا 200 جنيه. امم. حلو، انا شايفه ان ال 200 جنيه دول مناسبين ليا. فل برودكت. ورد. تمام. هو دي البادجت بتاعته، هو عايز حد يسجله في مقابل ال 200 جنيه. امم. على عكس عميل تاني طالب حاجه بروفيشنال، وانا اقدر المايك بتاعي جايباه اعلى شويه. امم. ممكن ابدا مثلا معاه من 500 جنيه. قال لي والله طب انا معايا مثلا احنا بنتحاسب بالدقيقه. تمام، اسعارنا كلها بالدقيقه. اه. اه. وفي ناس مع الوقت بتبقى بتحاسب على عدد الكلمات.
بس مع الوقت بتقدري تعرفي الدقيقة فيها كام كلمة. تمام. يعني واحد مثلا جاي يقول لك والله انا عندي 40 كلمة ومحتاجة اسجلهم. ال 40 كلمة دول مثلا هيطلعوا 25 ثانية او طلعوا 20 ثانية مثلا يعني او 15 ثانية. اوكي. تحاسبيه في الحدود دي. تمام. تمام. انت بتقسمي بقى السعر بتاع الدقيقة كامل على الحتة دي. حلو قوي. اوكي. طيب فخلاص احنا اتفقنا ان انا بقدم ان العميل البادجت بتاعته كذا، وانا البادجت دي مرضيه بالنسبه لي. في مم. ناس كتير بتعمل ثوره بسبب الموضوع ده، لا انتوا ازاي الفويس اوفرز بقت بترضى باسعار قليله ومش عارف ايه. حبيبي ماشي، هو السوق كله عرض وطلب. بالظبط. فا بالظبط، انت قدم على المشروع اللي يناسبك، وانا مم. كمان اختار المشروع اللي يناسبني. مم. هو في حد مبتدئ مثلا خلاص شايف ان السعر ده بالنسبه له كويس، تمام، هنقول له لا، هنحجر عليه يعني؟ لا خلاص دوس. صح. رزق. مجالات كده، في كل مجالات كده، يعني حتى التدريس. بالظبط. في مدرس ممكن تجيبيه هياخد 1000 جنيه في الساعة، واحد هياخد 500 في الساعة، واحد هياخد 50 في الساعة، وفي ناس بتاخد 2 و3 جنيه في الساعة. يعني في أرقام كده اللي هو لما تيجي بالظبط. تفكري يا جماعة انتوا ليه بتعملوا كده وانتوا بتسوقوا؟ بس هي في الأول وفي الآخر واحد، إمكانياته، مؤهلاته، العميل بالظبط اللي بتعتمد بيستهدفه. على ايه بقى؟ مدى خبرة الشخص ده والحاجة اللي هيقدمها وتأثيره في اللي قدامه. عظيم جدا. معلومات يعني مهمة. مثلا انا جات لي ناس، انا البادجت بتاعتي مع الوقت هي عليت شوية. مم. اوكي. فالحد اللي بيتعامل معايا عميل بيتعامل معايا من زمان قوي. مم. فقرر ان هو ايه، لا خلاص البادجت بتاعت الحاجة دي شروق هتبقى اعلى منها، فما ينفعش ان احنا نبعتها لها. مم. راح لحد البادجت بتاعته قليلة. مم. اول كلمه اتقالت لي ايه؟ احنا جزم ان احنا اتعاملنا مع حد تاني عشان الكواليتي بتاعته كانت اقل، فاحنا بالظبط. جايين لك تاني، راجعين لك تعدلنا التسجيل بتاع ده تاني. هو الخسران، انا بعلي الكواليتي بتاعتي، هو الخسران. اطبخي يا ستي كلف يا سيدي، فاهم اللي هو يعني بالظبط. انت حطيت ingredients، او جبت بتطبخ طبخة، جبت مكرونة رزيقة هتطلع أكلة وحشة، جبت مكرونة بالظبط. بالظبط. هي. بس مع تحفظي على حته ان ايه، مش معنى كده ان الناس دي صوتها وحش او ادائها وحش. الكواليتي بتاعت المنتج النهائي all in all. بالظبط. مجرد كواليتي يعني، زي ما قلت لك كده في الاول، هنفترض ان الحد ده اداؤه تحفه، صوته مم. جميل، بس ستيل لسه مكانه مش متظبط، ستيل لسه ما هندلش نفسه، ستيل لسه ما بناش مكانه في السوق، ما بناش اسمه. فدي كلها حاجات بتاخد وقت، هو بيدفع عليها فلوس بعدين. يعني مثلا مش بساوي بروجكت عادي. عشان كده بقول لك على حسب. ما سويش حد جاي عايز يطلب مني سكريبت اسجله له لبروجكت عادي جدا، او مش حتى البراند يعني، لمحل مثلا ببراند تانية زي نسلة مثلا، او زي اي حاجة تانية مش من معنى. البراندات الكبيرة. مم. سعر دقيقة من هنا لهنا بيختلف. مم. هنا لا، انت بتسجل لبراند كبيرة ومعروفة، فانت بتاخد سعرك، انت عاوز كذا. ايوه صح. لان دول الماركتنج بتاعهم بيبقى اعلى بكتير، فالصوت ده هيفضل متداول كتير قوي، فمحتاج لا. ما ايوه. ينفعش، budget لا عالي. يستويان. بالظبط، يعني زي بالظبط لما بيجيبوا الممثلين او الناس المشهوره عشان تعمل اعلانات للشركات، فلو كل ما الشركه كبيره لازم تجيب الفيجرز الكبيره قوي بالظبط. مشهورين جدا. مش بالظبط. هينفع يجيبوا حد ممثل مثلا لسه صف مم. عاشر ولا. صح. صح، حد مش معروف بالظبط. اصلا. آم، طيب احنا كده اتكلمنا تقريبا عن الجزء بتاع الشغل اللي في البيت، واتكلمنا عن المميزات والعيوب للوظيفة. واعتقد ان الجزء دوت يعني تقسيمة الشغل في الاول وفي الاخر هي هتتطلب تضحيات نوعا ما. يعني لو حد معاه وقت كبير فيقدر يشتغل صبح بالليل في نص النهار في كل حاجة. لو حد بنت مثلا ظروفها الاجتماعية، متزوجة، في أطفال، أي حاجة زي كده، لو هي مش هيبقى معاها وقت كبير فساعتها هتضحي بعدد العملاء او بصي هقول لك على حاجه، هو الموضوع بيبدا ازاي؟ بيبدا ان انا في الاول انا ما عنديش اي قاعده جماهيريه اصلا اتعامل عليها، تمام. بس تمام. خلاص انا بدات اعمل براندنج لشغلي وبدات اعرف الناس انا مين. فيبدا مثلا كل شهر يجي لي عميل واحد. امم. اوكي. بالمناسبه انا احب اقول لك ان الشغلانه دي في البدايه ينفع تشتغليها جنب اي شغل، صح. جنب اي شغلانه في الاول لحد ما اجرب انا اصلا ماشيه في الحته دي ولا لا. امم. تمام. فانا خلاص انا شغاله شغلي مثلا زي مدرسه في مدرسه، وبرجع خلاص طول اليوم، خلصت غدايا وخلصت كل حاجتي، وبرجع انت بقى عايزه بقى اشغلهم تاخدي الناس من مجال التدريس وانا عماله ابيع لهم مجال التدريس والتدريس الاونلاين، تقومي انت واخداهم توديهم مجال الفويس يا اوفر. ستي يا ستي مجالكم متعب بصراحه، فلازم يتاخدوا بامان. ما انت قاعده برضه في اوضه يعني ربع متر في ربع متر، مش عايزين نتكلم، والتكييف ما فيش تكييف. يعني على الاقل احنا يا جماعه معلش احنا ممكن نبقى قاعدين عادي في التكييف وبندرس اونلاين، هنتحر شويه بس يعني ايه، مش هنقطع على بعض يا شروق. خلاص شغاله في محل معلش. الصبح ببيع لبن. اي حاجه.
لا لا، انا شايفه ان انا هقول لك انا ليه شايفه مجال الفويس اوفر ده لطيف، لان انا شفت عندك حاجه قبل كده. يمكن انتي ما عرضتهاش، وانا يعني ما جاتش. انا شفتها زمان في الاول خالص. كان في مم. فيديو معين بيتكلم عن موضوع شائك كده شويه، اللي هو بنت في مجال العمل، في بيئه العمل، وتقريبا في حد بيضايقها حاجه زي كده. فكان فيديو توعوي. مم. فشدني قوي فكره ان زي ما مجال التدريس كده اه افتكرته وحاجه مهنه اه بتحافظ على البنات، لانه في اه الاول وفي الاخر الواحد هدفه يحافظ على نفسه كان وعلى. فعلا كنا عاملينه لمنظمة حقوق المرأة، وكان فعلا بيتكلم عن الحتة دي، بيتكلم عن التحرش في العمل بالنسبة للسيدات، بالظبط. والصعوبات اللي بيواجهوها في الشغل وفي الحياة العامة يعني. ايوه، فانا عجبني قوي فكره ان ممكن الواحد، لان بيبقى انت عارفه في بنات بتبقى معتقدات مختلفه، ظروف اجتماعيه مختلفه، فممكن مم. بنت ما تقدرش تخرج من البيت لايا كان الظروف، فيبقى عندها كذا اوبشن تقدر تشتغل من خلاله. ومش بالظبط. بس كده، ان حتى نوع الوظيفه نفسها فيها حاجات محترمه. يعني مش شرط ان الواحد هيبقى، يعني زي ما كل مجال فيه حاجه ممكن تبقى لائقه وغير لائقه. فانا عجبني قوي بالظبط ان الفيديو ده كان محترم كده وعلى وضعه وبيتكلم في حاجه مهمه. اه فعجبني الكوز بالظبط. يعني. فعشان كده مم. يعني. مم. هو فعلا انت ممكن تقدمي فعلا من خلال صوتك، تقدمي رسائل زي ما بيقولوا. بالظبط. بتكوني بتعملي حاجة ليها هدف. يعني انا افتكر ان انا قبل ما اشتغل كان طموحي ان انا فعلا اقدم حاجة تسيب اثر مع الناس. وبدأت أعمل ده بإني بقدم كتب صوتية بس في المحتوى الديني، يعني برمي في الحتة دي والمحتوى التوعوي. فدي بالظبط. كانت أكتر حاجة عجباني. وعلى فكرة احنا بنقدر قوي إن احنا ننتقي السكريبتات اللي بتجيلنا طبعا. امم. في عملاء كتير بتبقى معاهم سكريبتات هي لا تصح إن هي تتسجل خالص. أنا شايفة إن دي حاجة أنا هتحاسب عليها، مش قدام ربنا على الأقل. فأنا ما ينفعش إن أنا أسجلها، فبرفضها. لا، حلو. مش غير متوافقة مع أخلاقي ومبادئي وديني، فلا طبعا مش هسجل حاجة زي كده. ما هي دي النقطة. اعلانات بنفس النمط، لا بنرفضها مع الوقت. فانا بسجل اللي انا شايفاه مناسب ليا. يعني ما تقولوش لا اصلا انا لسه في الاول وبسجل اي حاجه، لا طبعا ما فيش حاجه اسمها كده. هبيع. انا بسجل اللي بيتوافق مع معتقداتي واخلاقي والحاجه اللي وانا واقفه قدام ربنا يقول لي ده انت عملتي ده، اقول له اه. يعني انا هبقى مسؤوله عن الحاجه دي في الاول وفي الاخر، حلو لان قوي. انت هتكوني ساهمتي في جزء من الحاجه اللي طلعت للناس دي. فلا ما فاهماني. انا متفقة معاكي جدا، بس متفقة معاكي جدا يعني. وده في اه كل المجالات. يعني حتى في مجال التدريس في ناس ممكن تبقى بتعمل، يعني في بنات بتبقى ظنا منها ان انا عشان خاطر اتشهر على السوشيال ميديا فيلا بينا نعمل حاجة. فاهمة اللي هو ايه؟ اطلاقا. مش مم. مظبوطة خالص علشان خاطر نجيب لا فولورز، وبعد لا كده عارف اللي هو ايه، واطلع اعمل عمرة وبعد كده ربنا يهديه اللي هو يضمن لا العمر. لا اطلاقا، بالعكس دي حاجه هيتشد تحت الخطوط فيها. يعني خلاص انت بتقدري تعملي ده، فانت ما بتقوليش لا. فبعدين لا الموضوع مأساوي، يعني انت ممكن يجيلك بلاوي اصلا منه. لا ابعدوا يا جماعه، ابعدوا. انتقوا كويس قوي. النقطة اللي انت قلتيها دي مهمة جدا 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 اه لا، جدا. انتقوا اي حاجه بتجيلكم، سواء هي حاجه كويسه متوافقه مع دينكم ومبادئكم، تقدروا تعرضوها على كل الناس او لا. صح. ومفيش حاجه اسمها اصل ده مجرد صوت، لا طبعا مش مجرد صوت. ايوه في مجرد صوت بيتعرف مع الوقت، او ما اسموش بقى مجرد صوت وممكن يتعرف على الوقت. ما انتيش مشهوره يا ستي، بس حاجه نتحاسب عليها قدام ربنا، وهتكوني شاركتي في جزء منها. صح صح. النقطة دي كانت مهمة جدا. مم. خلينا كان في نقطة كده شائكة كنا اتكلمنا فيها قبل ما نبتدي الريكوردينج، وقعدنا نفكر طب نقول ولا ما نقولش، نقول ولا ما نقولش، لما كنا بنتكلم على حتة اه كنت بتقولي على ان في واحدة يعني من الحاجات اللي قلنا هنبقى نتناقش فيها، فكرة مثلا ان انا اقسم وقتي ازاي ما بين الشغل والحياة الشخصية. وبعدين جه بقى حتة السترونج اندبندنت وومن، ان انا بقى ايه، ما انا بشتغل عشان ابني كارير، علشان خاطر انا قوية وانا فاهمة. بصي خليني اكلمك في الاول. الموضوع ممكن يبدا معايا ازاي من ناحيه العملاء. يعني انا في الاول مثلا انا شغاله شغلانه عاديه جدا، وبرجع منها بيكون عندي وقت فاضي مثلا. فقررت ان انا استغل الوقت ده في اني بلعب بصوتي زي ما انتي ما قلتي، بجرب حاجات مختلفه وبعرضها على الناس وبقول للناس انا اهو. تمام. فبدأ مع الوقت يجي لي عميل. العميل ده انا اتعاملت معاه كويس وكسبته، فبدأ يجيب عملاء تانيين. تمام. وعلى فكرة المجال كله مليان ترشيحات، كل ما تتعرفي على ناس اكتر. بس مش تتعرفي بطريقة الفضول، يعني مش اللي هو انا هو ادخل اقول للناس هاي ازيكم انا عايز اتعرف عليكم. لا هي بتيجي واحدة واحدة. تمام. عشان بس بشوف مهازل. ف... فهي بتيجي واحدة واحدة، ان احنا بنوري الناس احنا مين. وبنبدا بقى اللي هو ايه، نختار يعني الجروبات زي ما قلت بتبقى فيها فويس اوفرز وناس كلنا شبه بعض كده، بنلاقي بعضنا ونسمع بعض.
وممكن كمان نوجه بعض لو احنا حابين، يعني مثلا بس بطريقه محترمه. يعني لو انا شايفه ان انا اقدر اقول لحد انت مش ناقصك كذا في صوتك، لا انت ممكن مثلا تطوري، مثلا تعملي كذا مثلا يعني. فخلاص انا بدأ يجي لي عميل واحد مثلا في الشهر، بعد شهرين ثلاثه بدأ يبقى معايا 3 عملاء في الشهر مم. مثلا. فدي حاجه كويسه. يعني بعد ما كانت البادجت بتاعتي قليله قوي، لا ده انا بدل العميل بقى معايا 3. طب لا. تمام، انا خلاص كسبت العملاء دي وما بداتش اشتغل مش بس مع عملاء فرديه، يعني مش بس عميل بقى جاي لي بسكريبت واحد، مم. لا الموضوع توسع مني اكتر. وبقيت شغاله مع شركات بتبعت لي سكريبتات طول الوقت. يعني انا حاليا الحمد لله شغاله مع شركات هي بتبعت لي سكريبتات طول الوقت، فانا ما اقدرش اشتغل شغلانه تانية جنب شغلي. لا مم. خلاص، فانا بقيت منقطعه طول الوقت للحاجه دي. خلاص انا قاعده طول اليوم قدام المايك، هو ده اللي هعمله. مم. وبقيت بحاول ان انا اظبط نفسي، اللي هو مثلا خلاص انا بعد الساعه 10 او الساعه 11 ما بقدرش اسجل حاجه تانية، لكن طول اليوم انا في فلكسبيليتي في المواعيد، انا متاح. وخلي بالك المجال مرن، بمعنى ان ممكن يوم يكون عندك سكريبتات كتير وتسجيلات كتير وتكوني مرهقه ومطلوب ديدلاين ان هو يخلص كله في نفس الوقت، و... ويوم تاني لا انت قاعده فاضيه وملكه وما عندكيش حاجه. اوكي. خلينا متفقين ان في الاول في الاخر لو انا جالي 3 4 5 سكريبتات بسعر معقول في الشهر، فانا مم. كده قعدت خدت مرتب شهر كامل من واحد عمال يحرد في حاجه من 9 من 9 ل 3 العصر، ومش عارف يعمل اي حاجه تانية في الحياه غير هي دي. لا متفقة. معلش، انا ممكن اسيب السكريبت شويه مثلا واقوم اشوف ولادي عادي، اغير اخلص اي حاجه، اعمل غدا سريعا وارجع اكمل. مم. وخلينا متفقين انا ماشيه بمبدأ ان ما لا يدرك كله لا يترك كله. يعني انا ما بقدرش اعمل اي حاجه في نفس اليوم، ما مم. بعرفش اروح التمرين بتاعي كل يوم، بس اقدر اروح 3 ايام في الاسبوع. اقدر مم. انتظم منهم مثلا يومين، اليوم التالت ده بخليه احتياط عادي ممكن اغيب. مثلا ما اقدرش اقرا كل يوم زي ما كنت بعمل الاول. يعني كان في الاول يوميا لازم اخلص كتاب، يوميا لازم اكون مخلصه نص الكتاب، يعني بقى خلاص ما بياخدش مني 3 ايام على بعض. دلوقتي لا، انا ممكن الشهر كله يفضل معايا في كتاب واحد، بس الفكره ان انا مكمله قراءه يعني ما انقطعتش. صح. وحاجات تانية كتير يعني اللي هو مش بنقطع، ولكن زي ما قلت ما لا يدرك كله لا يترك كله. انا بحاول ان انا اواكب نمط حياتي، بس ما بقطعش حاجه. بالنسبه بقى للبيت والشغل، فانا نصيحتي لاي حد اللي هو ما تجوش على نفسكم قوي بحيث ان انتوا تنسوا حياتكم وتفضلوا طول اليوم قاعدين قدام اللاب، لان انا غلطت الغلطه دي فتره طويله قوي ورجعت ندمت عليها جدا. مم. فما تقعديش منهمكه طول اليوم، تطوري من نفسك وتعملي حاجات كتير. يعني كله بيجي مع الوقت، فادي نفسك بالراحه، يعني الامور كلها هتيجي مع الوقت بالراحه. وفي مم. نفس الوقت ما تخسريش دايرتك، يعني ما تخسريش الدايره اللي حواليك. لو انت شايفه ان انت وقتك يسمح لك ان وانت ما عندكيش حاجه ومش مرتبطه بحاجه، تمام، استثمري وقتك في انك فعلا تعملي ده، ضغطي على نفسك. يعني في وقت من الاوقات كنت شايفه ان لا انا مش حواليا حد اصلا، مش محتاجه ان انا اخرج، مش محتاجه ان انا اعمل اي حاجه، فانا بستثمر وقتي في الشغل واشتغل 24 ساعه في 24 ساعه، بس ما بعملش اي حاجه غير اني بشتغل. وهو ده اللي انا كنت محتاجاه في الفتره دي. بعدها بقى خلاص انا محتاجه ان انا اخد هدنه شويه وابتدي بقى ارتب الدنيا دي تمشي ازاي. فهي بتيجي كده. صح. ترتيب الأولويات. بالظبط. خصوصا احنا كبنات، يعني يعني لو حد مش مضطر للعمل او مش هي العائل الوحيد للأسرة، مثلا في حد في زوج، في أب، في أخ بيصرف على البيت، فهي بتشغل وقتها بحاجة مفيدة ك... كنوع من الأمان المادي، وفي نفس الوقت اللي هو ايه، ما احنا لو ما عملناش كده، لو ما شغلناش وقتنا بحاجة كويسة، هنشغل وقتنا بإيه؟ هنقعد نتابع بقى الناس على اه السوشيال ميديا ويجي لنا سبب اه، ان حاجة. لم تشغل نفسك بالحق شغلتك بالباطل، يعني ما بالظبط. فبلاش. بالظبط. بس نصيحتي بقى للبنات، ودي في المجمل زي ما قلتي كده، لو انت مش مضطره، لو انت مش مضطره كل الاضطرار ان انت تعملي ده، مم. فانت مش سترونج ولا حاجه. اه، احنا والله بنات حاجة. عادي جدا. بس الفولترين جنبي، فعارفة اللي هو ايه. بالظبط. يعني انا دايما بقول يعني الراجل راجل والست ست، وكل واحد له ما له وعليه ما عليه. فما تضغطيش على نفسك، يعني عادي خليكي زي ما انت ماشيه بالراحه، حافظي على سلامك النفسي. في الاول وفي الاخر احنا بنشتغل عشان يكون عندنا استقرار نفسي. امم. استقرار نفسي بمعنى ايه؟ يعني انت واحده مش قاعده في البيت فاضيه 24 ساعه في 24 ساعه، مركزه بس في حته واحده بس، صح. تمام، أيوة. راميه كل الاتجاهاتك ناحيه حته واحده بس. فده ما ينفعش، لا لازم يكون عندك حاجات تانية وترتبي بقى اولوياتك عليها، يعني كل حاجه تترتب عليها بعدين. فما ينفعش ناخد دور مش دورنا، ما تلعبيش دور مش دورك. ادوا فرصه للرجاله عشان هي ريحتها.
ويعني يعني نخلي بالنا من الحته دي. انا بخاف والله، انا بحس ان انا بخاف انزل الفيديوهات على اليوتيوب، ويمكن عزائي الوحيد ان هي ايه، مش كل الناس بتكمل الاخر، مش كل الناس فاهمه اللي هو ايه. يشوفوها بقى بعد 10 سنين ولا حاجه. لا آه. اصل بحس بجد من كتر ما الستات لعبت دور مش دورها ايوه. في الاعاله في ناس عندها ظروف وبجد دي تحترم وتستغل وعلى الراس تتشال. بس انا بتكلم في الناس اللي هي التانية، يعني انت مش لازم، احنا مش داخلين حرب، مش لازم لا I'm strong independent woman واعمل واحقق وسيبني وكاريري. بالراحه. بالراحه. على الهادي كمان. بالراحه. بالراحه. يعني حاسه من كتر ما الستات اخذت دور الراجل في الحياه، هو ما بقاش عارف يعني يعمل ايه. المسؤوليات ما بقتش عليه، اللي هو عارف اللي هو انا انت كده كده حاجتي مش هتجيبها لي، فانا بروح اجيبها لنفسي، فانت انحرق بقى يعني. روح شوف لك حته اقعد فيها. انا متفقه معاكي جدا. للاسف الواحد يعني في حاجات اتعلمها على كبر بسبب ان كان في زي برين ووش او غسيل مخ كتير، وهو صغير دايما بيسمع الحاجات النيجاتيف عن الطرف الاخر. دايما مم. بنسمع ودايما الناس اللي عندها مشاكل هي اللي بتتكلم، لكن مم. الناس اللي حياتها طبيعيه مستقره بيبقى الطبيعي ان هو ما بيتكلمش يعني. يعني حتى بالظبط. الاكستريم بتاع اللي هو ايه، ده جاب لي دبدوب، ده جاب لي مش عارف ايه. الناس الطبيعيه برضو ما بتطلعش تتكلم في الحاجات دي. هما السوشيال اه ميديا صح. انفلونسرز الله يسامحهم، اللي يا اما بهدلوا لنا الدنيا. اه فاهمة يعني، مش حياة طبيعية، مش حياة فيها سكن او كده مم. يعني. الحياة دي الطبيعية حقيقة. فلا يا جماعة، لا ما ننساش نفسنا وما ننساش احنا ربنا خلقنا على ايه وفطرتنا. نحاول ان احنا كده نوازن ما بين ده وده. الراجل اللي معاكي ده عنده مسؤوليات وانت كمان عندك مسؤوليات، فكل واحد يحترم مسؤولياته في الحتة بتاعته. مش صح. معنى ان خلاص الظروف بقت اوفر على الكل ومحتاجة مننا مساهمة، امم. بس ما ننساش نفسنا في ضغط الحياة وظروف الحياة. صح يعني صح. ما تنسيوش، مش تفضلي يبقى بقى عليكي كل الضغط لدرجة ان انت نفسك ناسية نفسك وناسية مسؤوليتك تجاه نفسك. واللي معاكي برضه هو كمان هو خلاص، ما انت كده كده شايلة شيل. يعني مش منطقي بصراحة. ما بحبكيش، انا مش سترونج، انا ما بعرفش اشيل كوباية انا حرفيا. لا سترونج ولا اندبندنت، ولا كتر خير الدنيا ان انا وومن يعني. ولا اي حاجة، انا بعمل الحاجة اللي انا عايزة اعملها بس ولو اضطريت لحاجة بيبقى خلاص ان شاء الله فترة وهتعدي. بالظبط بالظبط. هي بتبقى فترة لغاية ما ربنا يعني يرزق بحاجة بالظبط، تحول. مع احترامنا للحالات الشاذة، لأن كلنا طبعا بنتعرض ونتحط في الظروف دي كتير. ايوه. كلنا ممكن يكون حد مبتلى، مثلا هي مبتلية بزوج أصلا إن هو خلاص ما فيش منه رجا، فهي هتعمل إيه؟ هو ده آخر سبيل ليها للنجاة. صح. بس فمع احترامنا لأي حد يعمل كده بجد، احنا انتي بنتكلم عظيمة يا بنتي. في الناس اللي هي الكيسز اه الطبيعية بتاعتها، هنقول بالظبط. خلينا اه. نلخص الدرس من الكلمتين دول، ان انا كبنت محتاجة ان انا يبقى عندي سبيل شغل جانبي. اقدر لو انا قاعدة مثلا في البيت، لو واحدة متزوجة عندها اطفال مش عارف ايه، فعندها وقت فاضي، تقدر ازاي تستغل الوقت الفاضي ده بحيث ان هو ما يجيش على اسرتها، ما يجيش على اولادها، ما يجيش على زوجها، على نفسها. مم. وان هي تقدر تتربح من يعني يدخل لها حتى لو دخل مادي بسيط في ظل الاوضاع الاقتصادية دي. حتى زي ما بتقولي كده، ده لو هي عملت مع عميل في الشهر شغل ده لو قلنا حتى ب 500 جنيه، لو هي حتى لسه بيبتدي خالص وعملت حاجة صغيرة في الشهر ب 500 جنيه، ده أحسن من إن هي مثلا، للأسف إن أنا هقول حاجة زي كده، إن في بعض الأماكن في مجال التدريس ممكن تنزل شهر بطوله، مم. تشتغل ليل نهار، تروح تحضر الطابور اللي العيال ما بتحضرهوش لغاية الساعة 5 6، وتتبهدل في المواصلات عشان خاطر تاخد نفس المبلغ. عشان خاطر ده بالظبط. احنا بندور دلوقتي، هدفنا ان احنا ندور على كل فرص الشغل اللي ممكن تتم من البيت، حتى مم. لو في البداية العائد المادي بتاعها صغير. لان ممكن تبقى معاها اطفال مثلا لسه صغيرين، فهتبقى بتشتغل زي ما تقولي ايه، بتبني البورتفوليو، بتتطوع، بتشغل نفسها بتتعلم مهارات، بحيث ان الولد ده كبر، دخل حضانة، دخل مدرسة، وقتها زاد، فدي بقى فترة انطلاقة اكبر. آه، بالظبط. تقدر تشتغل فيها وتحقق صح. حاجة اكبر يعني، زي زي ما قلت، هو حفاظ على سلام النفسي في الاول وفي الاخر. انا ما بدور على الحاجه اللي تخليني انا كويسه ويعني نفسيا وداخليا، وكمان بتعلم منها وكمان بكسب منها، فعلا بتدخل لي روح منها زي ما قلت. عظيم جدا. اعتقد ان دي كانت كل الاسئله، واعتقد ان حتى اللي في الشات تقريبا هم كلهم دلوقتي بيسالوكي طب عايزين نتدرب على الكلام ده، هي هتعمل لنا الكورس امتى، هتعملي التدريب امتى، فيعني انا بس بقول لك اللي مكتوب في الشات. آم، حابه ان احنا كده تقريبا اتكلمنا في في حد بيقول طب ازاي هركب الصوت على الصوره؟ في برامج، كفيديو. بصي في برامج كتير قوي تقدري تركبي منها صوت على الصوره زي كاب كات، بس هو للاسف بقى مش مجاني دلوقتي، بقى مدفوع.
في مم. مثلا بريمير، في اي برنامج بقى بتاع على الاندرويد ده، لو انت بتستخدمي اندرويد، اي برنامج من الحاجات اللي هي بتعملي عليها فيديوز بسيطه دي، بتكوني مسجله رو صوت لوحده، وبتضيفي تسحبي الصوت تحطيه على الفيديو اللي انت هتعمليه. بس في حاجه اسمها اللي هي المزامنه او السنكرونايزيشن، اللي هي تعملي سينك للفيديو، يعني بتخلي الصوت بتاعك مطابق للحركه بتاعه الشخص اللي انت بتتكلمي معاه، او مطابق للصوره اللي قدامك على الشاشه. فانت بتقدري ان انت بتحاولي على قد ما تقدري ان انت تظبطي ده. طب لو انا حد احترافي شويه ومحتاج ان انا اظبط ده، لا، بتعمليه على برنامج ادوبي اوديشن. ده افضل برنامج للتسجيل، بتسجله من عليه. لو انت عندك لاب كويس وعندك مايك كويس، بتسجلي على الادوبي اوديشن وبتسجلي الرو الصوت عليه، وتقدري تاخدي منه الصوت متسجل، تحطيه على البرنامج بتاع الفيديوز ده، وتركبي الصوتين على بعض. اعتقد في برامج برضو زي كامتيجا والحاجات دي، يعني اي برنامج فيديو اديتنج هتاخد الصوت وتركب عليه وتعمل عليه الفيديو. يعني حتى دلوقتي في حاجات متهيألي بسيطة على الموبايل. الناس اللي هي بتبقى الجنريشن جين زي اللي هم بيعملوا تيك توك فيديوز والحاجات دي، اه، بيستخدموا حاجات بسيطة في الأول ان هو يركب بس صوت على صورة ويعمل الفيديو. او بصي هقول كانفا لك حاجه. انا بيعملوا اول كده. اتفضل. تمام. بصي اقول لك حاجه. انا اول ما بدات كنت بسجل بفضل اعيد في الحاجات كتير قوي. ممكن اعيد في الفيديو 15 16 الف مره عشان خاطر اخلي الصوت يمشي مع الصوره بنفس السرعه. طيب، فده اللي انا كنت بعمله في نفسي. ده ظلم مبين، ده ما ينفعش يتعمل، ما ينفعش حد يعمل بيه. لا، الاوديشن بيبقى موضح البرنامج قدامك، وانت بتسجلي حركه يعني بتخلي كل جمله ماشيه مع الجمله اللي بيقولها الشخص في الفيديو، او ماشيه مع الفيديو بالظبط. تقدري تعملي ده حلو. ازاي؟ دي بقى لا، محتاجه تتدربي عليها بشكل عملي، يعني محتاجه ايوه، حد يوريكي ده ازاي الكورس ممكن اللي تعمليه. شروق هتعمله للبنات يا جماعة، وهتبقى ان شاء الله يوم ما تعمله هتعمل لنا احنا مخصوص لكوكب البنات بتاعنا. احنا هتعمل لنا ان شاء خصم. الله. اه، ما تعمليش خصم لاي حد تاني. اي حد بره حاضر. جروب كوكب البنات ما يلوش الخصم ده. تمام يعني. ماشي. انا آم، طيب خلينا ندخل بقى في الجزء الاخير. في قبل ما ننهي، في اي سؤال انت شايفه ان احنا كان المفروض نساله لك واحنا ما سالناهوش؟ اعتقد احنا طلعنا منك كل المعلومات اللي ممكن تطلع النهارده اه، انا حاسه ان عليكي انت ما شاء اصلا. الله لميتي كل الاسئله. بس في حد بيسال سؤال في الشات، بيقول ايه رايك في برامج تعديل الصوت كبديل للاستوديو؟ بص، انا كنت شايفه من فتره قريبه، كنت شايفه ان افضل برنامج لتعديل الصوت كبديل للاستوديو كان aophonic.com. مم. هكتب لك اسمه هنا. بس حاليا انا لما بقيت بجرب من عليه، لو احتجته هو ما فيش بديل عن الادوبي اديشن والحاجات دي. بس انا لما احتاجته من فتره قريبه، لقيته بدأ يبوظ الصوت تقريبا. هم لعبوا بقى في الاعدادات، بقى فيه مشكله مش فاهمه ليه. بس هو من فتره كان احسن حاجه ممكن اي حد يعمل بيها الصوت. كان هو بيعمل فلتريشن، كان بيعمل فلتر، يعني بيعمل عزل للصوت، وبيشيل النويز، مم. وبيشيل اللي هي الدبل كلاكس اللي بتبقى في النص، اللي هي مم. السلايفا، اللي هي مم. دي اللي في نص الكلام واحنا بنتكلم. ده بيشيلها. اعتقد ان هيبقى في اي تولز كمان بتقعد بتطلع اكتر في الحته دي. دي بقى يعني في اعتقد ان في اسئله كده شويه تكنيكال، دي عايزه لها كورس بقى، بحيث ان هي يبقى في تدريب عليها وتقدري تشاركي معاهم الحاجات دي. ان شاء الله. احنا كده تقريبا عرفنا كل حاجه عن المجال، وعرفنا هو المجال ده عباره عن ايه، وايه التجربه اللي المفروض نعملها ونوصل للناس ازاي. يعني ما شاء الله كفيتي ووفيتي. وخدنا اسئله كمان من الناس اللي موجوده معانا. طبعا لو في اي اسئله زياده، طب احنا لو قعدنا مع شروق من هنا لغايه يعني سنه قدام، هي هتقعد تدينا في معلومات. فاحنا يعني حرام رأفة بيها كده. كفايه عليها النهارده. و زي ما احنا كان في سؤال اتساب لك من الضيفه اللي فاتت، احنا عايزينك انت كمان تسيبي لنا سؤال عشان الضيفه اللي جايه ان شاء الله. فاي أم، سؤال مش شرط يبقى في الكارير، اي سؤال انت حابه تساليه. آه، اوكي، ماشي. دايما كل حد بحس ان هو يعني كل حد وصل لحاجه، بحس ان بيبقى عنده في حياته نقطه تحول خليته يسعى للحاجه دي. مم. فايه نقطه التحول اللي حصلت في حياه الشخص ده خليته يوصل للحاجه اللي هو عليها دلوقتي، ايا كان بقى المجال اللي هو شغال فيه؟ ده سؤال. يعني مثلا انا من ضمن الناس اللي هو مريت بظروف معينه، ففجاه لقيت نفسي لا خلاص، انا عايزه اشتغل على نفسي واعمل بقى اي حاجه، وتمرت بقى على كل الحاجات اللي حواليا. لا، انا بس عايزه استثمر في نفسي، بس مش عايزه اعمل اي حاجه تانية. وهختار الحاجه اللي انا بحبها، مش هخلي حد يفرض عليا رايه في حاجه تانية، لا دخول كليه، ولا
اخد كورسز ايه ولا اعمل اي حاجه ايه. ولو انا مش معايا فلوس ان انا اعمل الحاجه دي، هجتهد واشوف انا ممكن اجيب الفلوس دي منين عشان خاطر اغطي اللي انا عايزاه. تمام. طب بس يعني فايه نقطه التحول بالظبط اللي حصلت في حياه الشخص ده خليته ياخد الاتجاه ده؟ إيه اللي علم عليك علشان تبقى تاخد تمام. صح، يعني حتى بحب في. قوي الحاجات دي، بحس ان هي بتاثر في النفس كده صح صح. بتجيب اثر حلو. اه. ايوه، انا عندي نقطه تحول مؤخرا في حياتي فظيعه، فبس نبقى نحكي فيها بقى بعدين. ماشي. حتى في اسماء كاتبالك في الشات، ابنها الاولاني هو اللي خلاها مدرسه انجليزي، هذا كان نقطه التحول عندها يعني. طيب حلو قوي. شروق، يعني شكرا جدا جدا على وقتك، ان احنا اخدنا منك وقت كتير. انا يعني انا دايما بقول للناس هنقعد نص ساعه لساعه، ودايما الموضوع بيفتح مننا، فمش بحس ان هي فرصه بصراحه. انتي فتحت لنا باب جديد لوظيفه ممكن ناس ما كانتش تعرف ان هي موجوده اصلا، او ما كانتش متخيله الابعاد بتاعتها، او كانت انا عن نفسي كنت متخيله ان هي بتتطلب حاجه ممكن ما تبقاش عند الشخص العادي الطبيعي، لكن انتي خليتي الموضوع شكله واقعي ويمكن تطبيقه. وفي ناس اعتقد ان اي حد موجود لازم يكون مميز في حاجة ما، يعني ممكن حد يبقى كويس. انا طبعا انا عايزة تقولي لي انت كنت في العربي بايظة، بس في الانجليزي يعني عارفة اللي هو ايه. لا والله والله كان يجي مني كتير قوي، انا قلت لك انت كنتي خلاص بدأتي. يعني لا، بس فعلا فعلا فرق معايا كتير. يعني يا جماعة انا اخدت مع شروق كذا سيشن، وفعلا يعني دي الشهادة بتكون امانة الواحد بيحاسب عليها قصاد ربنا. وانا مش واخده اعلان، يعني مش واخده فلوس على اعلان والله اللي انا بقوله ده يعني. بس فعلا شروق من الناس الامينه جدا جدا. يمكن انا حتى اللي كنت بقعد اتخانق معاها على ان، يعني اللي هو يا بنتي عايزه احولك التكليف بتاعت الكورس بس، ولسه طبعا يعني انا، ما انت عارفه ان انا غير متفقه، انا اخد فلوسي الاول، اضمن حقي الاول يعني. بصي مفيش فلوس مفيش فلوس. بالظبط، يعني give me بكشيش، يعني لازم الفلوس تيجي الاول. فشروق من الناس اللهم بارك الامينه جدا والمريحه جدا في التعامل، فعلا بتحسوا ان هي عايزه تدي كل حاجه. ومش بس عايزه تدي كل حاجه، هي كمان بتتعلم كل مره ازاي تحسن الحاجه اللي بتديها لك دي اكتر من المره اللي قبلها. فبتشوف المره الاولانيه كانت عامله ازاي، طب التانية تبقى احسن، التالتة تبقى احسن. ودي يعني دي صفه معلم، مش صفه حد بس اللي هو كويس في الفويس اوفر، لا دي انتي ما شاء الله تيتشر هايله، ولازم بقى ندخل نعمل حاجات كده مع بعض وان شاء الله يعني. انا بجد مبسوطه قوي النهارده ندمج ان حاجة بقى ما انا بين التدريس والفويس اوفر، ان نجوز شاء المجالين الله. ببعض. يجيبوا لنا مجالات صغيرة كده. ان شاء الله قريب. يعني شكرا شكرا ليكي يا شروق والله على شكرا ليكي الوقت انتي ده. قوي بجد عشان اديتيني المساحه دي النهارده، وانا فعلا حاسه ان انا مبسوطه، يعني حاسه ان انا بقالي فتره ما عملتش حاجه جديده بقى وخرجت بره اللي انا بعمله بره العادي بتاعي. بس بجد انا فعلا فعلا كنت مبسوطه قوي النهارده. يعني انا مبسوطة، وانا متأكدة كمان ان هم اللي حضروا معانا مبسوطين، لان يا هم رب اكون كنت لسه ضيفه خفيفه عليهم. لسه قاعدين معانا بعد كل الوقت ده، فما شاء الله لسه قاعدين معانا. ان فده شاء معناه ان هو في potential، فان شاء الله ان شاء الله فيهم حد يدخل المجال. يا جماعه تابعوا شروق، هتلاقوها معمول لها منشن عندي على البوست على الفيسبوك، اللي جاي من الفيسبوك او من على الواتساب. فلو سمحت ادخلوا تابعوا الاكونت بتاعها، وشوفوا امتى هي هتعمل الكورس دوت. ومهم جدا ان احنا نعرف حاجه عن كل حاجه. ما كنتش انا هشتغل في المجال ده، انا لما عرفت عن مجال الفويس اوفر من شروق وتعلمت عنه حاجه، فبقيت شايفه ان ده ممكن يبقى بوتنشال لناس تانية تدخل المجال، حتى لو انا ما دخلتش في المجال ده. فهينفعكم لو انتوا في مجال التدريس، هينفعكم لو انتوا حابين تعملوا وظيفة جانبية جنب الشغل بتاعكم، لو انتوا قاعدين في البيت مش بتشتغلوا، لو انتوا لسه متخرجين من الجامعة ومش عارفين ندخل في اي مجال، فدلوقتي بقى قصادنا مجال التدريس، وبقى قصادنا كمان مجال الفويس اوفر. وان شاء الله ان شاء الله يا رب الاقي بقى اكتشف لكم مجالات تانية كده، ونجيب ناس جميلة زي شروق تساعدنا نعرف عن مجالات تانية نقدر نشتغل فيها من قلب البيت، علشان احنا كبنات احنا قلب البيت. فيعني لو في فرصة ان احنا ما نتبهدلش بره، او نحافظ على نفسنا، نحافظ على اسرتنا، نحافظ على صحتنا النفسية زي ما شروق بتقول والجسمانية، فربنا يفتح علينا وعليكم بإذن الله. شكرا ليكي يا شروق، وجزاك الله خيرا على الوقت بتاعك والعلم والمجهود، وان انتي سبتي شغلك اللي كان ممكن تبقي بتعملي فيه فلوس دلوقتي، او قعدك مع اسرتك، وان انتي تيجي تتطوعي معانا عشان خاطر تفيدي الناس. فشكرا ليكي جدا. ان شاء الله الريكوردنج هينزل انا في اللي كنت أقرب محتاجه وقت ده فعلا. على
اليوتيوب وهشاركه معاكي وهشاركه معاكم برضو ان شاء الله على كوكب البنات. فاللي تعرف بنوتة تايهة من الكوكب بره يا ريت تجيبها تقعدها في وسطنا، بدل ما احنا يعني ايه كل واحدة لوحدها كده، نتجمع كلنا مع بعض ان شاء الله في الخير الدنيا واخرة بإذن الله. يا رب اللهم امين يا شكرا رب. ليكي يا شكرا ليكي وشكرا ليكم على الحضور وعلى وقتكم. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.